أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Youth on Fire بودكاست. النهاردة الحلقة دي انتوا كتير طلب مننا التوبيك ده، وتوبيك شايف الشباب كتير هو الديجيتال ماركتينج. especially ان احنا في الكلية يمكن لسه ما عندناش قوي كورس ديجيتال ماركتينج، فانا عارفة انتوا قد ايه مستنيين الحلقة دي والتوبيك ده بفارغ الصبر. بس قبل ما نبتدي خلوني ارحب بعمرو كو هوست من يوث اون فاير تيم. عمرو ازيك؟ الحمد لله كله تمام. ايه الاخبار عمرو؟ عرفنا بنفسك كده، سنة كام وعايز تبقى تراك ايه؟ عمرو محمد، تالتة بيزنس انجلش، عاوز ان شاء الله ابقى فاينانس. اوكي ماشي يا عمرو. خلونا بقى نرحب بضيفنا النهارده مؤمن ابراهيم، ماركتنج مانجر وكرييتيف دايركتور. مؤمن ازيك؟ اهلا بيك يا لا. ايه الاخبار؟ زي منورنا. الفل. الله يخليك. بصي يا مؤمن، عرفنا كده عن نفسك الاول، مين مؤمن ابراهيم؟ اوكي طيب بصي، هو انا ماركتنج دايركتور حاليا وماركتنج مانجر وكرييتيف دايركتور وفويس اوفر وكرييتيف كونتنت كرييتور وبويت ورابر. بس هي يعني بس هي الكولكشن ده جه على سنين. تمام. لان انا بدات من الاول قوي، فاخدت حاجات كتير، وبدات الاول شغل الميديا بحكم ان انا رابر وبويت مثلا من حوالي اكتر من 15 سنه. فده كان مخليني في مجال الميديا قوي. مجال الميديا والماركتينج ماتش جدا مع بعض ومرتبطين بحاجات كتير. فجيت مثلا من من حوالي اكتر من 10 سنين كده، 2011. كنت بدأت في الأوفلاين ماركتينج، في الإيفنت بلاننج، بحكم إن أنا مغني فعايز يعني أماركت لنفسي وكده. أيوة. بس فبعد كده بدأت أشتغل مثلا في راديو بحكم الميديا برضو والعلاقات. فتعلمت الفويس أوفر، تعلمت السكريبت رايتنج والكونتنت رايتنج. بدأت أكتر في الديجيتال ماركتينج مع الارتباط بقى مع الكونتنت رايتنج. اوكي، فممكن نتكلم فيها اكتر بقى، كل مجال لوحده يعني، عشان ما يبقاش المقدمه طويله قوي. طيب يعني مؤمن، انت كنت الاول كليه ايه؟ بس عشان الشباب اللي معايا. انا كليه تجاره. بالظبط، تجاره جامعه اسكندريه. تجاره جامعه اسكندريه. وكنت كنت قسم جمارك. اللي هو بعيد تماما عن اللي احنا عن شغلك دلوقتي. حقيقي. هو انا كنت بشتغل في الماركتينج من اولى كليه اعتقد، او قبل كده شويه، حاجه بسيطه يعني. اوكي. فانا كنت عندي شغف جدا بالماركتينج، وكنت مش طالب شاطر قوي يعني، لو مش بروح من انا بشتغل مش اكتر يعني. فحاولت انقي قسم مش طالب حضور قوي، مش طالب متابعه مع دكاتره قوي ساعتها يعني. انا كنت تجاره عربي، معرفش دلوقتي القسم عامل ايه يعني. اسمع ان هو في حاجات اكتر دلوقتي اكتر عمليه يعني. بالظبط. فساعتها سالت لي والله قسم جمارك الشغل اللي فيه ما كانش كتير. فدخلت بحيث ان انا ابقى موجود في الكليه وماشي في التراك بتاعي كطالب جامعي يعني. وفي نفس الوقت ده ما يعطلنيش عن ان انا بشتغل وبدرس وبتعلم في بشكل عملي جدا بقى في الشركات وفي الشغل نفسه يعني. اوكي. بس فلذلك انا ما رحتش ماركتنج يعني. ما دخلتش اداره اعمال. اداره اعمال كان في شغل كتير قوي ودراسه كتير قوي، فكنت مش هقدر اواكب ما بين الاثنين يعني. اوكي. فخدتها بقى يعني، اتعلمتها من السوق. اتعلمتها عملي اكتر. وخدت يعني هنتكلم عن ده اكتر. بس بما ان انت اتعلمت الماركتينج وبقيت ما شاء الله دلوقتي في بوزيشنز عاليه فيه، هل درست ماركتينج ولا بس خدته من السوق؟ بص اقول لك حاجه، هو انا درسته بس مش دراسه اللي انا رحت خدت كورس وخدت سيرتيفيكتس وكده، لا خالص. كنت ان انا مثلا انا في ورك شوب بتتعمل فبروح احضر في ويبينار، في سيمينار، في ارتكلز بتنزل، في بيجز بتنزل حاجات وليسنز، سلسله على بعض مثلا، فبقعد اتفرج عليها. أوكي. في انستراكتور شاطر جدا الناس بتشكر فيه على النت، فبدخل اشوف الفيديوز بتاعته. أوكي. طبعا مع الشغل العملي، مع ان يبقى عندك سينيور انت بتتعلم منه، بتيجي تعمل حاجه بيقول لك لا انت كده غلط، ممكن تعمل كذا وكذا وكذا. مع اختلاف المجالات، لما بدات اشتغل بقى في اكتر من شركه في نفس الوقت، او يبتدوا يبقوا عملاء عندي مثلا، فبتبتدي تدخل كل سوق له الطبيعه بتاعته والعميل بتاعه، فبتبتدي تاخد الاكسبيرينس دي. احيانا بتخيش في الاول كده، بعد كده بعد كده بيجي حد مثلا، او مع التجربه بتقول لا انا جربت الاتجاه الفلاني، لا يبقى مش هينفع الاتجاه الفلاني. فهي بتبقى خبرات. مع ان انت لازم زيك زي الدكتور زي المهندس زي اي حد، انت لازم تبقى اب تو ديت على طول. فانت بتدرس البيسكس والحاجات الاساسيه. بس في الاخر اللي بيحصل في السوق، الدنيا بتجري جدا وبتتطور بسرعه قوي.
فاللي بيحصل في السوق لازم انت دايما تبقى مواكبه، وهو ده بيبقى الدراسه الحقيقيه بعد كده. يعني الاساسيات بتاعت الماركتنج، تعريف الماركتنج، احنا بنعمل ايه، بنتعامل مع العميل ازاي، بندرس السوق ازاي، او الماركت ريسيرش والكلام ده كله. دي الاساسيات. بعد كده كل عميل وكل شركه وكل صناعه وكل مجال له الطريقه بتاعته، ودي بتكتسبها مع الاشتباك على طول مع السوق. تعامل بالظبط. ومع القرايه والتحضير، ما انت لازم تبقى محضر للعميل بتاعك او للشركه اللي انت داخل تعمل لها ماركتنج او هكذا. تمام. عمرو بقى بص مجهز لك اسئله والشباب، يعني ربنا معاك. عمرو داخل فاينانس اصلا. فيعني خد بالك بقى. بس الباشن في الماركتينج. الباشن في الماركتينج. اتكلمت ان انت اشتغلت ماركتينج اوفلاين واونلاين، فايه الفرق بين؟ بص، هو يعني اوفلاين واونلاين انا هقول لك الصوره الاكبر. هي مش في الفرق ما بينهم خالص، هي المنتج ده او الخدمه دي محتاجه ايه اكتر، تمام، او ما يعني محتاجه ايه بنسبه ايه. بمعنى ايه محتاجه ايه بنسبه ايه؟ مع ان انا عندي منتج معين، فده انا هكثف له اكتر بنسبه 70% اوفلاين، لان العميل بتاعه موجود على الارض اكتر، تمام، فهيشوف الاعلان هنا اكتر. وهكثف له بنسبه 30% بس ديجيتال. اوكي، فهي العمليه كلها ان هو ماركتينج، ما بينفصلوش عن بعض في المعنى الحقيقي. ميكس يعني. هقول لك، هي الفكره ان احنا دلوقتي انا مثلا ماركتينج دايركتور، فبقعد احط الماركتينج استراتيجي بتاعتي، فباجي اشوف ان البرودكت ده او الخدمه دي، تمام، ايه النيد بتاعتها، تمام، النيد عند مين العميل بتاعي، مين المنافسين. تعمل ماركت ريسيرش كله بحيث ان انت تقدر تشوف التارجت اودينس بتوعك، وانت هتوجه لهم رساله عامله ازاي بناء على طبيعتهم، تمام، وطبيعه المنتج، وبناء على الميزه التنافسيه بتاعتك، تمام. والرساله دي هنا بقى هتفرق، يعني هنا البوينت بقى ان الرساله دي هتظهر فين عشان توصل للعميل ده. يعني هي بعد دراسه كبيره قوي انت طلعت الكامبين او طلعت السلوجن وطلعت الكرييتيف وكل حاجه، في الاخر بقى انا والله بتارجت اي كلاس، بتارجت مثلا حاجات، هبيع ريل استيت مثلا، هبيع حاجات معمار وفيلل وهكذا. طيب العميل بتاعي حد اي كلاس، اوكي، وانا ببيع له حاجات ملايين، فطبيعي يعني في جزء اونلاين اكيد، تمام، بيبقى جزء البراندنج والاويرنس، ان انا محتاج ان انا اظهر بهيبه كبيره قوي في السوق، ان انا منتشر في كل حته، فبظهر ان انا منتشر اونلاين، بس انا مش عايز ابيع من هنا قوي. اوكي، او ممكن اعمل ليد جنريشن كده، بجيب ارقامهم، بجيب بالاهتمامات، بس مش بنسبه كبيره قوي. انما عايز اوصل بجد، فانا بظهر في الشارع. الناس الاي كلاس غالبا هو على طول شغال، عنده اكتر من بيزنس عامل كذا، فهو ماشي بالعربيه سايق هيشوف البيل بورد او اليافطه بتاعتي، تمام. فبيبقى مهم جدا قوي ان انا شغال اوفلاين. هو هيحضر مثلا ايفنتس، ما الايفنتس اوفلاين، هو هيحضر ايفنت مثلا عن الذهب، عن البورصه، عن كذا عن كذا، فمهم جدا ان الشركه بتاعتي تاخد بارتيشن هنا وتبتدي تخاطبه بشكل صريح. فكره الويبينار يعني مش ويبينار ده تعليمي، او يعني ويبينار ده اونلاين عموما، او لو سيمينار اوفلاين حتى مش بالضروره. يعني انا مش لازم اكون رايح احضر محاضره، ممكن يكون ايفنت عادي، مؤتمر معمول عن الذهب والاستثمار في البورصه مثلا. فبيبتدي بارتيشنز كتير، بتيجي شركات الرعاة ده جزء كبير ماركتنج. يعني هو انا ليه نازل راعي؟ لان انا عارف ان العميل بتاعي هنا، اوكي، فالعميل بتاعي ده زي ما هو داخل ينفست في البورصه وفي الذهب، انا ممكن اقول له تعالى انفست في العقار. على فكره انا عندي الكومباوند ده الاونرز بتوعه فلان وفلان وفلان، هو اللي جاي، فانت هتشتري دلوقتي وهو لسه تراب، تمام، وبعد كده مثلا ب20 مليون هيبقى قيمتهم 80 مليون، فده استثمار اقوى بكتير. فانا عرفت فين العميل بتاعي، وفي الاخر وصلنا ان الماركتنج عباره عن ماركتنج مسج انا هنزلها على انهي بلاتفورم. فبيبقى في بلاتفورم ديجيتال وبلاتفورم اوفلاين. بلاتفورم الاوفلاين دي هي بقى ايفنت، هي بروشور، هي مطبوعات، هي بيلبورد، سوسات، اي حاجه موجوده، تمام، انا اقدر اشارك فيها اوفلاين، تمام. او هي ديجيتال بقى، كل البلاتفورمز ديجيتال، من اول معاك بقى جوجل، لينكدين، تويتر، سناب شات، فيسبوك، كل الحاجات دي. طب مؤمن معلش، خلينا قبل ما نخش بقى الديجيتال ماركتينج، لو احنا حد بيسمعنا الباك جراوند بتاعته مش بزنس، فعايزين نديفاين كده هو ايه الماركتينج بمنتهى البساطه من وجهه نظر عمليه، مش الحاجات اللي بندرسها في من غير مصطلحات عمليه، من غير مصطلحات يعني اكاديميه، لو احنا حد مش باك جراوند بزنس. طيب زي الفل. هي كده الماركتينج هو ببساطه اي شركه بيكون عندها خدمه او منتج، زي مثلا
فودافون او حاجه انا بقدر دي مش منتج حقيقي في ايدي، او منتج زي مج زي تي شيرت زي اي حاجه في دي. اوكي طيب الماركتنج هنا بيبقى دوره ان هو يسوق للخدمه او المنتج دي للعميل بتاعها. دي كده ببساطه خالص. فهو بيسوق لها بايه؟ بيسوق لها برساله معينه توصل للعميل ده، فتجذبه وتقنعه ان هو يشتري الحاجه دي او يشترك في الخدمه دي. تمام. وهنا بيكون دور الماركتنج انتهى. ان بتوين في الحاجه يعني في الثلاث نقط البساط دول في بلاوي بقى، يعني في تشعبات كتير قوي. بس هي في الاخر هي رساله تسويقيه بتروح عشان تعلم وتسوق للمنتج او الخدمه دي للعميل المستهدف بتاعها. بتكون عن طريق ايه؟ عن طريق منصات لوصول الرساله دي، سواء كانت تلفزيون او اوفلاين او ديجيتال او ايا كان. بس تمام. طب النقطة هنا ايه الفرق بين سيلز والماركت؟ انت في الحالتين بتوصل الرسالة للكلاينت. اوكي لا هو مفهوم طبعا. هو في مشكلة كبيرة دايما ما بين مين سيلز ومين ماركتنج. بص هو الماركتنج مهمته انه يوصل لك الرسالة. الرسالة دي تجذبك، تقنعك، تعلي من قيمة البراند في عينيك، تشوف ان تشوف اللوجو بتاعي تعتبرني من الكبار مثلا لو ده الهدف بتاعي. اوكي فده الماركتنج. الماركتنج ان اوصل للعميل، واحيانا ان اجيب بيانات العميل ليد جنريشن، او اني اخلي العميل يعمل اكشن معايا فيتفتح رسائل بيني وبينه فيبقى فيه لغة حوار. السيلز مهمته انه يقنعه يدفع ويقفل الديل. اوكي واحيانا جزء من شغل السيلز انه يجيب العميل. في حته الليد جنريشن او ان انا بجيب العميل دي مشتركه شويه ما بين الماركتنج والسيلز في صناعات معينه. يعني في البورصه، في الريل استيت، في كل الحاجات التقيله قوي اللي محتاجه ان انا اقنع العميل وانا قاعد مع الترابيزه. تمام. فبيبقى جزء كبير من شغل الماركتنج ليد جنريشن. انا عايز اجيب بيانات العميل ده ليه؟ لان هو مش هيشتري لما يشوف بوست، مش هيشتري لما يشوف يافطه في كل الاحوال. انا محتاج ان انا اجيبه للسيلز. فاحيانا بيبقى الهدف الرئيسي للماركتنج هنا ان هو يجيبه للسيلز، واحيانا بيبقى الشركه نفسها قايمه على ان لا انا عندي تيم سيلز وبيطلقهم على العالم بقى هم يجيبوا العميل بمعرفتهم. نفس فكرة الاي كلاس يعني. بالظبط. والريل استيت بالظبط. هي الحاجات الكومبليكيتد. حتى التعليمي يعني بالمناسبه انت بتتكلم دلوقتي ان انا مثلا عايز اخد كورس ماركتنج ولا عايز اخد كورس كذا. طب انا مش عارف، وانت جايبني النهارده عشان تقول لي طب انا رشح لي حد. تمام. طب قدر بقى ان انت مكان السنتر او المؤسسه التعليميه دي نفسها وعايز توصل للعميل. فانا وصلت لك، انا عملت اعلان جميل جدا صورت فيه السنتر او الاكاديمي بتاعتي وقلت لك ان كورس تعليمي فيه كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا. ده الماركتنج. اوكي انت شفت البوست ده كورس بفلوس كتير. اوكي فقرارك فيه مش سهل. فاهمني؟ فاخرك هتعمل ايه؟ هتقول لي هاو ماتش مور ديتيلز. الرسائل اللي هي ايه في الاخر ما بتخلصش في حاجه. اوكي بس طب مين اللي هيقفل معاك قوي؟ سيلز تيم. السيلز تيم. تمام. دي حاجه. او ان جزء من الماركتنج تيم اللي هو المودريتور اللي بيرد على الرسائل ده يبتدي يقنعك شويه ويوصلك للسيلز تيم برضو. تمام. او ان بيبقى فيه بقى في الحاجات الكومبليكيتد دي استراتيجي من الماركتنج دايركتور هي بعد التارجتنج في ريتارجتنج. فانت تشوف اعلاني اكتر حد فتبتدي يبقى عندك قابليه قوي ان السيلز تيم برضو يقفل معاك. فاهمني؟ فهي اللي هو الماركتنج هو بيقعد يمهد قوي ان السيلز يقفل او ان السيلز يخلص. يعني ما يقدرش السيلز يشتغل لوحده. يعني هو الماركتنج اللي بيديله الاول البيز او القاعده اللي يبدا يشتغل منها وبيتيلر المسج اللي هياخدها السيلز يتكلم بيها. بالظبط. يعني احيانا بيبقى السيلز في الحاجات البسيطه. يعني احيانا بيبقى في الحاجات البسيطه ان السيلز قادر يبيع لنفسه. تمام. بيبيع بقى منتجات بسيطه بتاعت بيت، حاجات ممكن اقنع ست البيت نفسها ازاي تعملي كذا مثلا. فاحيانا بيبقى الموضوع مش متطلب يعني. بس الاصل من الموضوع ان لازم يبقى طالما احنا بنجو ناحيه براند وناحيه شركه ومؤسسه فلازم يبقى في تسويق. انما لو حاجات كده بسيطه ممكن يبقى بياع بيعملها فده بيبقى اسمه سيلز وماركتنج في نفس الوقت. سكيل صغير قوي يعني. ايوه بس هيقف عند بوينت معينه ومش هيعرف يتعمل يعني على حسب السكيل. بس هو يعني احنا بنتكلم في البديهي بعيدا عن الواقع قوي يعني. لازم يبقى في ماركتنج ولازم يبقى في سيلز. بالظبط. طيب خلينا بقى ندخل البوينت بتاعت الحلقه وهي الديجيتال ماركتنج. ايه الديجيتال ماركتنج يا مؤمن ويختلف ايه عن مش يختلف ايه، بس خلينا نتكلم عن الديجيتال ماركتنج دلوقتي. هو بتهيالي تول اوكي بيستخدمها الماركتير
في ترويج المسج بتاعته، وهي دي يمكن اكتر تول بتستخدم دلوقتي ومور efficient. يعني كمان سعرها او الكوست بتاعها بيبقى اقل بتهيألي من ان انا اعمل بيلبورد او اعلان في التلفزيون او كده. فالديجيتال ماركتينج ده عالم، بالانستجرام بالفيسبوك بالسوشيال ميديا بلاتفورمز كلها. فقولي بقى، انا لو انا عايزه عايزه اعرف ايه مجال الديجيتال ماركتينج ده، ايه ده مجال ليله لوحده. مجال عايزه اخش كبير بقى جدا. جوه ايه بقى؟ طيب هو خلينا نقول، احنا قلنا في الاول ان الديجيتال ماركتينج هو جزء من الماركتينج. تمام. وهو البلاتفورم الاونلاين او الديجيتال اللي انا بعرض عليها الماركتينج مسج بتاعتي. تمام. اوكي. طيب فدي احنا اعتقد خلصنا، مش هنتكلم فيها تاني يعني عشان ما بقاش بكرر الكلام. بس هنقول ان احنا دايما لما بيكون العميل بتاعنا تواجده اكتر ديجيتالي، تمام، فانا ببتدي ان الكامبين بتاعتي تاخد الحصه الاكبر بتاعتها على السوشيال ميديا. تمام. اوكي. وفي صناعات قايمه بالكامل على الديجيتال ماركتنج بس، وهي الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه. بالظبط. ان انا عندي ستور الكتروني اونلاين وعندي مخزن وببيع من خلاله وهكذا، زي امازون، زي سوق، زي البيدجات بقى اللي مفتوحه. بالظبط. وبتبيع منتجات معينه. تمام. فبيبتدي هنا انا عندي بحر من البلاتفورمز. انا دلوقتي عندي مسج وعندي منصات كتير قوي الكترونيه كلها. أيوه. تمام. انا ازاي هقدر بقى احط استراتيجي انا هنزل ايه امتى والمين وفي انهي منصه. دي بقى قصه الديجيتال ماركتنج كلها. بالظبط. تمام. انا هنزل بوست مثلا على الفيسبوك او على الانستجرام، لان انا بتارجت عميل مصري. اوكي. تمام. لان مصر مثلا اكتر حاجه بتستخدمها فيسبوك وانستجرام. تمام. هنزلها بالمواعيد بتحسب التوقيتات المصريه، هتجنب الاوقات اللي فيها مثلا ايفنتس مجتمع عليها الشعب، زي ماتشات الاهلي والزمالك، زي ايفنتات بقى، يعني اي حاجه كبيره انا براعي جدا في توقيت النزول. تمام. ده لو انا بتكلم ان انا هنزل بوست حالا عشان الناس تشوف، انا عندي جمهور اوريدي، مش بعمل سبونسر اد يعني. يعني هو في نوعين من الادز بالظبط. في اورجانيك وفي سبونسر. اورجانيك يعني انا مش دافع فلوس، زي ما كل واحد عنده فيسبوك كده ممكن يكون عنده بيج للبزنس بقى بتاعه، فبينزل بيخاطب جمهور كونتنت. بالظبط. اوكي. فهنا انا ببتدي مثلا ان انا براعي كل حاجه تخص العميل بتاعي، بدرس العميل بتاعي كويس قوي زيه زي بقيه البلاتفورم الاوفلاين والاونلاين، بس هنا بشكل ديجيتال. هو انهي وقت بيبقى متفاعل فيه اكتر، ايه الرساله بتاعتي، التون اوف فويس بتاعت المؤسسه بتاعتي بتتكلم ازاي، الملائمه للعميل بتاعي فبوجه الرساله بتاعتي وهكذا. طيب عشان نجو برضو اكتر ديجيتالي، ما نروحش للماركتينج. انا دايما بروح للماركتينج. ايوه. بس عشان نجو اكتر ديجيتال، فانا عندي اورجانيك وعندي سبونسر. السبونسر ده ببتدي ان انا ادفع فلوس للمنصه دي، سواء فيسبوك انستجرام او ايا كان، واقول لها انا عايزه تارجت العميل بتاعي ده، الجيوغرافي بتاعه كذا، الديموغرافي بتاعه كذا، البيهيفيرز سلوكه عامل ايه، الانترست واهتماماته شكلها ايه، النطاق الجغرافي، الكلام ده كله. وابتدي اقول انا عايزه ادفع قد كده كل يوم، وهو بيقول لي استيميتد انت غالبا هيجي لك بناء على اللي انت دافعه مثلا، والكول تو اكشن اللي انت محدده. انت محدد عايز مسجز ولا عايز انجيجمنت لايكات وكومنتات، ولا عايز بيج لايك، انا عايز ازود المتابعين ولا كذا. فبيجي يقول لي والله انت استيميتد على التارجتنج والسيت اب اللي انت عامله كده، انا هجيب لك مثلا 1000 لايك في اليوم. اوكي. بس او هجيب لك مثلا 20 رساله في اليوم. بس لو انا هدفي بيعي مثلا، فال20 رساله دول انا هقول فيهم انا عايز مثلا الكونفرجن ريت بتاعهم او نسبه التحويل ان يبقى عميل حقيقي ويشتري قد كده في المية مثلا. فدي بقى الموضوع ان انا ابدا ابيع من خلال الديجيتال او الاي كوميرس. اوكي. مش هيبقى جاست براندنج يعني. اوكي. يعني السبونسر دي يا مؤمن ليها تو اوبجكتيفز او هدفين، يا اما براندنج، يعني انا بقول للفيسبوك، اولا انا بقول للفيسبوك مين العميل بتاعي، بشرح له بالظبط مثلا سنه من كذا لكذا، كل السيجمنتيشن يعني في النطاق الجغرافي الفلاني etc. خلاص تمام. لا انا عايزه بقى حته كول تو اكشن دي تاني، معلش. انت قلت لي لو انا هدفي بيعي او هدفي بس اويرنس، يعني ايه؟ بص احنا عندنا واحنا بنشتغل الماركتنج استراتيجي ككل، يعني بيبقى عندنا احنا هدف كشركه. انا عايز ابيع ولا عايز اعمل دوشه، عايز الناس كتير تشوف اللوجو بتاعي والاسم بتاعي وتتفاعل معايا. اوكي. بس فبناء عليه الفيسبوك مثلا، انا هتكلم منصه يعني مش كل المنصات زي بعضها، مش كل البلاتفورمز زي. فالفيسبوك مثلا بيوفر لي حاجات كتير، بيجي يقول لي انت عايز اويرنس،
ولا عايز ريتش. هم كلهم قريبين من بعض قوي يعني في الحته دي بالذات، ان هو هيوصلك لناس كتير في المجمل، بس ممكن ما تلاقيش لايكات اصلا. اوكي بس هتلاقي ان الريتش بتاع البيج ممكن يوصل 1,000,000 بنفس البادجت اللي كانت ممكن تجيب لك 1000 لايك بس. اوكي فبيجي يقول لك ولا عايز انجيجمنت. يعني انا في حته في وقت كده بيبقى براند لسه طالع، انا عايز اللوجو بتاعي يتشاف في كل حته، ده اللي اسمه ريتش. اوكي فهنا انا هعمل ريتش او اويرنس، جاست ان انا هنتشر بسرعه كبيره قوي، واتيفر ان سلوك العميل بيتفاعل. لان هو الفيسبوك مصنفنا الالجوريزم بتبقى عارفه ان والله مؤمن بيتفاعل كتير، تمام، لايكات وكومنتس. فلما يبقى المعلن بقى عايز حد بينجيج معاه، فيوصله المؤمن واللي شبه. اوكي بس انما مؤمن مثلا بيسكرول وبيقف عند اعلان بس بيسكرول، يعني عميل محتمل بس هو مش طبيعته سلوكه ما بينجيش، ودول نسبه كبيره. فساعتها لما اعمل اويرنس فهو بيوصله لايه، للي بيتفاعل واللي ما بيتفاعلش، فبيبقى الريتش اعلى. فانا لما ببقى عايز ريتش بس مش فارق معايا الانجيجمنت، فبحدده اويرنس مثلا كذا. طيب انا عندي بقى الانجيجمنت في انواع. تمام ان انا عايز ان العميل يتفاعل معايا، يدوس لايك او كومنت كده على البوست عادي، ولا عايزه يبعت لي رساله عشان يبتدي يقول لي ده بكام. طيب نفترض ان انا مثلا احنا في البودكاست هنا احنا عايزين ايه؟ عايزين الناس تتفاعل معانا، مش عايزينهم يشوفوا بس عايزينهم يتفاعلوا معانا. اوكي يقول لك الله ينور وعايش كده. تمام اوكي طيب انا لو بعمل سبونسر دلوقتي للبودكاست هعمل ايه؟ هعمل حاجه من الاثنين، يا اما فيديو فيوز، انا عايز ان الفيوز تبقى عندي عاليه جدا، تمام، يا اما انجيجمنت تو ذا بوست. انا للبوست نفسه انا عايز البوست ده يبقى عليه انجيجمنت لايكات. مش مشكله بالنسبه لي الرسائل، هو مش هيقول لي في الرساله انا مش ببيع حاجه، مش بتبيع. اوكي طيب انا دلوقتي مطعم منزل اوفر الصحاب واللمه والسعاده البوكس الكبير والكلام تمام فانا بقى البوكس ده عايزه يتباع، فهعمل ايه؟ هكتب كونتنت لطيف طبعا، والسعاده وصلت كفر الدوار تمام وبعد كده هبتدي اظبط الكرياتيف بتاعتي واطلع الاكل شكله جامد جدا واحط الاسعار، وهاجي انا بقى وانا بعمل سبونسر، تمام، بما ان السعاده وصلت كفر الدوار مثلا، فانا هتارجت كفر الدوار. تمام الناس المهتميه بالفودز والفاست فود وكذا كذا وكذا. تمام وبعد كده هاجي اقول له انا عايز انجيجمنت مسج، يعني جوه الانجيجمنت انا هنقي. هو هيقول لي انت عايز انجيجمنت ده بيج لايك؟ لا انا مش عايز بيج لايك، مش عايز حد يعمل لايك على البيج. طيب عايزه بوست لايك ان انا اتفاعل مع البوست وكومنتس؟ لا انا عايزه هات لي مسجز. اوكي طب عايز المسجز دي تجيلك على الماسنجر بس ولا ماسنجر واتساب؟ اوكي ولا ماسنجر واتساب وانستجرام؟ يعني لو انت بقى رابط الاثنين ببعض تمام وهكذا. تمام طيب دي حاجه حلوه جدا في الانجيجمنت. طب انا بقى فاتح مثلا ستور بتاع هدوم وعايز ابيع بجد، انا عايز احط فلوس وترجع لي مبيعات، وقاعد بحسب الكونفرجن ريت قوي. الكونفرجن ريت ده اللي هو نسبه التحويل من الاعلان للبيع الحقيقي، البيع الفعلي. اوكي فانا جالي مثلا 20 رساله او جالي 100 رساله، بعت منهم 10، فنسبه الكونفرجن ريت بتاعتي 10%. اوكي 50% 20 رسالة 100 رسالة انا سمعتها 20 رسالة. ما انا قلت 20 في الاول بالظبط بس عدلتها عشان اعرف اظبطها. ماشي اوكي بس فمثلا يعني فبيجي فيه مثلا نوع تاني من المسجز او المسج كامبينز اسمها كونفرجن اصلا، اللي هو او سيلز، اسمها سيلز. فالسيلز دي بس هي اسمها في الكاتيجوري بتاع الفيسبوك نفسه. هو كل ويب سايت بيسميها حاجه، كلهم هيودوا نفس الحته ان انا عايز ابقى ببيع. اوكي زي الفيسبوك مثلا اسمها سيلز. اوكي فليه سيلز؟ لان هي نسبه الفريكوينسي بتاعتها عاليه. يعني ايه؟ يعني بتوصل لنفس العميل كذا مره. انا هنا مش داخل اعمل انجيجمنت في المطلق ورسائل من كل الناس، لا انا والله الاء وقفت عند البوست ده هبعته لها تاني، وقفت حبه حلوين فهظهره لها تاني. لا دي عميل محتمل، فهو الالجوريزم بتبتدي تشتغل كانها بياعه. الناس اللي واقفه عند الاعلان شويه تظهر لهم تاني، حاسس ان يمكن كان في ايده حاجه، يمكن بس مش مقتنع بيا، شافني مرتين تلاته حس اني براند فاشترى وهكذا. تمام انما الانجيجمنت العادي مثلا في الرسائل فبيبقى بيحاول يجيب اكبر قدر من الانجيجمنت، مش من نفس العميل. مش فرق قوي المبيعات يعني. بس فعندنا مثلا في الانستجرام في هو محدد لك 3 كاتيجوريز بس، ان انت يا اما ويب سايت ترافيك، يا اما دايركت مسج، يا اما
الاكونت نفسه، الاكونت فيزيتس. يعني انا عايز حد يدخل يشوف الاكونت بتاعي، او عايز حد يروح للويب سايت بتاعي يشتري مثلا او كذا، او عايز حد يبعت لي دايركت مسج. فهم كلهم هتلاقي كل الويب سايتس بتخدم في نفس الحتت، لان دي الاهداف الرئيسيه للماركتنج برضه. اوكي. ان انا يا اما عايز انتشر، يا اما عايز الاكونت بتاعي يبقى كبير، وده براندنج. ان انا مثلا البيج بتاعت البودكاست مثلا عليها 200,000 لايك، فدي حاجه كويسه تعمل البراندنج. يا اما انا عايز، انا قلت ابيع في الاول، يا اما انا عايز ابيع فعلا بالظبط. فدي الاهداف الرئيسيه. اوكي. ده لو انا بعمل اعلان سبونسر. اوكي. ده لو انا بعمل انت قلت لي فكل اللي احنا شرحناه ده لما اكون سبونسر. لو انا بقى على فيسبوك وانستجرام تحديدا، انا دخلت في شويه ديتيلز عشان الناس اللي عايزه تسمعها. بالظبط. اوكي. لكن طب انا بقى، انت قلت لي في اورجانيك. بالظبط، اورجانيك والسبونسر برضو. بس خلينا نقول ان انا مثلا كنت على فيسبوك وانستجرام. عندك مثلا تويتر وسناب شات للخليج جدا. لو انا العميل بتاعي خليجي، او المؤسسه بتاعتي ماركتنج ايجنسي مثلا وماسكه اكونت خليجي، مستشفى في السعوديه او كذا، فالبوست بتاعتي هتكون رايحه فين؟ هتكون رايحه مثلا اكتر على تويتر وسناب شات. اللي عايز اقوله من ده ان كل منصه على الديجيتال رايحه لعميل معين، فمهم جدا ابقى عارف العميل بتاعي مين، تمام، وهو قاعد فين عشان اوصل. زي بالظبط في الاوفلاين كده، لما اقول انا اليافطه دي هاجرها فين بالظبط عشان العميل بتاعي يشوفها. اوكي. طيب احنا هنا كنا في السبونسر. في الاورجانيك بقى اللي هو ان انا بخاطب العميل بتاعي عادي من غير ما ادفع فلوس. انا اوريدي عندي صفحه عليها تفاعل. الناس اللي متابعين البودكاست ده مثلا مهتمين جدا، اغلبهم من طلبه كليه تجاره مثلا بافتراض يعني. تمام. فانا عارفه ان انا لما هاجي انزل لهم البوست ده، هم هيكونوا شايفينه بالشكل الفلاني او في الوقت الفلاني من غير ما اعمل سبونسر. فهبقى مراعي جدا هم بيقعدوا امتى. مش هنزل في مواعيد المحاضرات مثلا، هبقى عايزهم هم يشوفوه وهم قاعدين اونلاين ويشوفوا الريتش بتاعي يبقى عالي وهكذا. بس فهي البلان بتاعتي، نفترض بقى ان انا بعمل بلان كبيره، فهتكون انا مراعي جدا ان في ناس بتشوف في المطلق، وفي ناس هتدخل بعيدا عن اللي هتشوف دلوقتي، هتسكرول. فشكل البلاتفورم بتاعتي عامل ازاي؟ مش كلها سبونسر بقى. ما انت السبونسر ده انا كده ببقى مظبطه ان العميل اللي هيشوفه لاول مره مثلا. فمش مشكله. انما شكل البلاتفورم بتاعتي، ما نفترض ان انا عامل صفحه مثلا وعليها فيديو واحد جامد جدا ومعمول له سبونسر، بقيت الصفحه فاضيه، وحشه. فاهم؟ هيشوفك براند تعبان، مفيش ثقه يعني. بالظبط. ما خلاص انت بالنسبه لك ايه تحت بير السلم كده، الناس عاملين صفحه ونزلوا فيديو، عايز تبيعه خلاص. بالظبط. فمهم جدا ان حتى لو انا لسه ما عنديش اودينس، ان يبقى البلان بتاعتي جزء منها كبير اورجانيك. ليه؟ لان حتى اللي معمول له سبونسر ده لما يدوس كليك ويشوف انتوا مين، يدخل يلاقي كونتنت محترم، يدخل يلاقي كونتنت بيخض. ممكن في ناس بتشتري يقول لك ايه، الناس دي سايعه، الناس دي عجبوني، دماغهم جامده، ويمنشنوا بعض بعيد حتى لو مش هيشتري. يعني في اعلانات كتير انا بشوف ناس مشيره اعلان. ده بقى دارج قوي في الفتره الاخيره. يعني الناس بدات تفهم ثقافه الماركتنج شويه. زمان كنا بنقلب التلفزيون ايام ما كانش في نت. اعلانات نقلب شويه نشوف قناه ثانيه. دلوقتي بقت الناس بتهتم وبتشوف وبتسمع. ليه؟ لان الاعلانات بدات تمشي باستراتيجي شويه اسمها 80-20. 80-20 دي ان 80% انا بكلم عن العميل، بتكلم عن العميل، بعمل سكتش تمثيلي جوه بيت معين، جوه شغل، جوه كذا، فبتمثل العميل جدا. و20% بس ايه، انا بقول المنتج بتاعي في اخر الاعلان. زي كده مثلا لما عملوا الكامبين بتاع الكارير بيلطف الجو، لا دي مؤيديه، انا ببوظ الشركات في بعض. مؤيديه بيلطف الجو مثلا تكييف، فيجيب لك بقى مؤسسه حكوميه او مكتب مثلا وداخل عليه حرامي، فتلاقي الناس كلها رايقه. الحرامي البوليس دخل، يا جماعه في ايه؟ الحرامي داخل مفيش حاجه، كنت بسرق مثلا واتيفر. الراجل بتاع الخزنه فتح الخزنه وقاعد رايق. ففي الاخر يقول لك ان مؤيديه بيلطف الجو. او مثلا بعوف لما كان عامل مثلا ان برضو واحد حياته كلها بتبوظ بس هو رايق. ايوه بالظبط. ما انا حاسه دلوقتي ان في رمضان حتى مؤمن تلاقينا احنا الناس انجيجد اكتر مع الاعلانات من التمثيليات نفسها. يعني تلاقي البوستس كلها على الفيسبوك والكوميكس على الاعلانات. بالظبط. ففعلا، ولان فيها جزء كنت انت قلت لي برضو لما كنا بنتكلم انه فيها جزء بيلعب على المشاعر كمان دلوقتي. اكيد طبعا. احنا عندنا الماركتنج مسج نفسها ليها فايبس وليها مشاعر كتير قوي، احنا بنراعيها على حسب برضو الكامبين. يعني انا مثلا ممكن اقول ان انا الدايركشن بتاعي او الدايركشن بتاع المسج هيكون ايموشنال. انا دلوقتي مثلا مستشفى 57 طبعا ربنا يشفي كل المرضى يعني ويكرمهم يعني. فمثلا دي حاجه تبقى ايموشنال جدا، لان انا بتكلم عن مرض، مش هينفع اطلع اهزر. اوكي.
طيب بتكلم عن تكييفات قشطه، دي حاجه عادي بنستخدمها في البيت. فممكن اجيب سيتويشن له علاقه بالاسره المصريه قوي ويبقى كوميدي. بتكلم مثلا عن حديد عز، بتكلم عن حاجه البنوك والقروض والمشاريع الصغيره حاجه بتوع البيزنس لبتوع البيزنس، فمش هيهزروا مع بعض. بس ينفع ابين لك قوي ان انا اضخم مصنع واكبر مصنع وعندي احسن ناس والعمال كلها مبسوطين وبيدعوا لي وهكذا. فربنا يكرمني بقى اشتري من عندي. بس فهي العمليه كلها دايما بتبقى الماركتنج مسج. احنا بنبقى شايفين ان المشاعر بتاعتها رايحه لفين، دي بنحددها برضو ضمن الماركتنج دايركشنز اللي بنحطها في الاول في البلان. يعني ان والله الاعلان ده هيبقى ايموشنال، هيبقى ساركاستيك، هيبقى ايا كان بقى الحاجات الكتير اللي موجوده او المشاعر اللي انا ممكن في الاخر اصدرها للعميل. دي بتساعد جدا في ان هو يتاثر معايا فيروح للكول تو اكشن بتاعي. بس ليها علاقه بالستوري تيلينج. الستوري تيلينج جزء منه، بس الستوري تيلينج ما انا في الاخر عايز اوصل لايه؟ الستوري تيلينج عشان ايموشنال ولا ستوري تيلينج كوميدي ولا تاخد منه عبره وما تشتريش خالص. ما هي مش وصلك فكره. بس يعني ستوري تيلينج انا ممكن اعمل ستوري تيلينج عشان خاطر البودكاست، انا بماركت لنفسي، اعمل قصه حلوه. ممكن اعمل ستوري تيلينج عشان ابين لك قد ايه ان في ناس بتعاني فتبرع بقى. يعني تمام، ممكن ابقى اعمل ستوري تيلينج عني انا شخصيا، فبدل ما اجيبها دوكيومنتري دمها تقيل قوي تمام ووثائقي واحنا حققنا اكثر من مش عارف ايه على اراضي خلابه تمام فاجي اقول لك ان احنا زمان وكنا كذا وبقينا كذا وان دي اسره كانت عندنا وبقت كذا وان الناس مبسوطه وهكذا. زي مثلا لما جم عملوا ماونتن فيو. ماونتن فيو لما عملت اعلان اللي هو بتاع الناس اللي راجعه من السفر، فجابوا اكتر من اسره عايشين هناك وراجعين من السفر، عملوا مفاجآت، الناس كلها عيطت، وده التربع اللي اتفاعلوا مع الاعلان وشيروه معهمش ربع جنيه في جيبهم. اوكي بس يعني فهي العمليه ايه. بس هنا هو عمل براندنج قوي جدا بالظبط. وبعد كده ماونتن فيو يعني هي طبعا اوريدي شركه كبيره بس مثلا بعد الاعلان ده بالذات اللي هو عمل بومينج للناس كلها. فبقى هو وصل لكل الناس، وعشان وصل لكل الناس هو سهل قوي اللي معاه فلوس يقفل بالظبط خلاص تمام بالظبط. فهي احيانا كتير قوي حتى في التارجتنج بتاع الاي كلاس يقول لك ايه انا عايز تارجت اي كلاس، بس لا، انت عشان تبقى سوبر ستار لازم تبقى جوه كل بيت. اوكي، هو السوبر ستار اللي سعره عالي تمام. طب مع الفكره دي بقى اجابه لاعلانات الكومباوندز اللي هو يا جماعه انتوا بتعلنوا طول النهار على الكومباوندز، احنا الثلاث ارباعنا معناش نجيب يعني عارف استوديو في الكومباوند ده اصلا. ففعلا ده اجابه للسؤال ده، انه ليه كومباوندز دي بتعمل اعلانات بالشكل الرهيب ده. هو عرض وطلب. بس هو كل البيزنس وكل الكاتيجوريز وكل العلوم القريبه من البيزنس هتلاقيها واقفه على قانون العرض والطلب. يعني انت معروض منك كتير، السعر بتاعه مطلوب عليك قليل، السعر بتاعك ايه؟ السعر بتاعك قليل وهكذا. فدايما لما بيجي مثلا ان انا عايز اعمل طلب عليا كتير تمام، فلازم اعمل رعاة في كل حاجه اقدر عليها بكل ما اوتيت من قوه تمام. ينفع ان انا بقى اولويات بادجت، معيش بادجت قوي فما اقدرش ان انا اوصل للناس كلها تمام. انما اغلى حد مثلا في الفنانين مين؟ الفنانين اعرف المغنيين مثلا ويجز مثلا. اوكي ربنا يكرمه. طيب مثلا ويجز او عمرو دياب او محمد منير، يعني خلينا نقول ان ليه دول تمام؟ لان هم سوبر ستارز. ليه هم سوبر ستارز؟ تمام، لان هم جوه كل بيت. بس هل يعني بلاش انا رابر اوكي وفي غيري رابرز كتير تمام، ليه انت سعرك مش زي ويجز؟ حتى لو انت رابر مشهور، يعني في رابرز حد اشهر مني بكتير مثلا يعني كان مش هقول اسامي يعني تمام بس هات حد مشهور جوه جمهور الراب وحد مشهور جوه كل بيت. اوكي تمام بس دي الفكره. فتلاقي ان في سوبر ستار وفي رابر مشهور وفي ستار وفي ميجا ستار، بس هو مشهور في الكوميونتي بتاعت الرابرز بالظبط. اوكي، لكن ويجز مشهور في مصر كلها. مشهور في مصر كلها وبره مصر. فانت وانس ان انت بدأت انك تكون معروف في المطلق فانت سعرك عالي. يعني دي حلوه، دي مهم قوي ان انت عشان تتارجت الاي كلاس مش لازم تروح تبقى مشهور في وسط الاي كلاس بس، انت محتاج تتارجت يعني تبقى منتشر في كل، زي ما ماونتن فيو كده تبقى منتشر في كل الكلاسز عشان يبقى سهل بالنسبه للاي كلاس انه يقفل معاك على طول. بالظبط، انت لازم تبقى ويعتبرك از سوبر ستار، از براند، البراندنج
او البراند لازم يبقى سوبر ستار. لو انت براند عملاق فاهم لازم تبقى سوبر ستار. ده مش اوبشن. وصل لك الفكره؟ أيوة. بس فهي الفكره دايما بيحكمنا لو انت ماركتنج مانجر البادجت اللي طالعه من الفاينانس بقى والاكونتنج تيم فاهم انت ايه البادجت اللي طالعه فاهم المتاحه وبناء عليها انا هعمل بوزيشننج لنفسي ازاي في السوق. انا عايز احط نفسي وسط العمالقه وعايز ابقى سوبر ستار ولا انا عايز ابيع. طب انا ممكن ابقى عايز ابيع ودي البادجت بتاعتي لازم هروح للاي كلاس. ما عنديش اوبشن ان ابقى حاجه تانية. يعني عارف ليه انا بهايلايت على الحته دي تاني عماله اقول لك عليها؟ لان انا ساعات وانا بتفرج على الاعلانات بتاعت الكومباوندز اقول اعلانات مستفزه جدا. ما يروحوا للناس اللي هم هيقدروا يقفلوا معاهم الديل. فاهم يعني ليه يعرضوا الاعلانات دي؟ ما احنا كلنا 3/4 ما حدش هيشتري منهم. بس دي اللي انت قلته ده اجابه لازم طبعا. انا ببقى واحد انا معايا فلوس اوكي بس انا مش عبيط. انا عايزه اشتري في حته في تراست ايشوز. في انا عايز ادفع فلوس بس هدفعها فين؟ انتوا مين اصلا؟ لما احس ان انت ستار انا دلوقتي قدامي ماونتن فيو قدامي مدينتي وقدامي طلعت مصطفى وقدامي وهكذا وجا حد قال لي والله احنا شركه WH مش عارف ايه كده وعندنا كومباوند كبير جدا ووراني صور. هو فعلا كومباوند كبير جدا بس انا مش عارفني انك هتكمل. انت اصلا انت ممكن تفلس. انت ممكن تبقى عامل الكلام ده كله جرافيك وانا ممكن اجيب مهندس معماري او مهندس يدخل 3D ماكس ويعمل لي كومباوند كبير. ايه اللي يضمن لي ان انت معاك السيوله الكافيه وان انت اسم كبير في السوق وان انت هتلتزم باتفاقاتك وان انت مش هتنصب عليا وان هيبقى عندي جران من نفس الكاتيجوري بتاعي. مش هيلم الموضوع مش هيلم في الاخر بس ما انت ممكن في الاخر تجيب لي ناس تبيع لاي حد وخلاص عشان تقفل وخلاص وتلم سيوله. فهنا هبقى انا دفعت فلوس كتير عشان اضمن حاجات كتير منها البرايفسي منها ان انا اكون قاعد في وسط نفس الكوميونتي بتاعي نفس الليفل بتاعي فما احسش بان في حد باصص لي. دي كلها اعتبارات احنا بنعتبرها مع العميل. فانا لازم ساعتها ان انا احس ان وانس ان انا السيلز دخل عليا انا ابقى عارف الشركه من الاول. دي بتبقى مهمه الماركتنج غالبا في الحاجات دي ان انا بساعد او بمد السيلز بكل التولز اللي تخلي الموضوع سهل عليه. بس طيب انا قبل ما اسالك السؤال التاني بتاعنا يا مؤمن انا بس عايزه برضو اهايلايت على حته انت قلتها لانه كتير من يعني احنا حتى واحنا في البودكاست بنحاول ننزل بوست او حاجه بنقول the best time to post on Instagram the best time to post on Facebook عامه وده مش صح. انت قلت انه the best time احسن وقت ان انا بوست على الانستجرام على حسب الاودينس بتاعي على حسب الكلاينت بتاعي. ففكره الصور والحاجات اللي بتنزل امتى احط الساعه 1 الظهر و1 بالليل على الانستجرام ده مش صح. وانا على حسب الكلاينت بتاعي. لا هو احنا عندنا في حاجات مؤخرا يعني بتتداول وسط الماركتيرز اسمها الساعه الذهبيه او اللحظه الذهبيه للعميل بتاعك. بس خلينا نقول ان بعيدا عن انستجرام والفيسبوك احنا كده بيبقى عندنا داشبورد بروفيشنال داشبورد في اي بلاتفورم اللي بتورينا الاحصائيات بتاعتنا. فانا مهم جدا انا بنزل بوستات في الاول لو البيج لسه جديده والاودينس لسه جديد كده وتوزع معايا انا بنزل بوستات وببتدي الاحظ بنفسي انهي وقت كانوا هم متفاعلين فيه فاهم وببتدي ادخل على الاحصائيات مثلا بالاخص بقى وهو هيحدد لي الساعه معينه او الساعات المعينه دي انت العملاء بتوعك بيبقوا متفاعلين معاك. في حاجات بتبدو بديهيه زي مثلا ان انا عارف ان المصري حاليا الدوام بتاعه بيبقى من كذا لكذا هو حاليا قاعد شغال فغالبا مش هيتفاعل معاك قوي تمام ان هو في الوقت ده بيبقى في المواصلات ومروح في الوقت ده هو بيتغير فاحسن وقت ليه مثلا الساعه 7 عشان خاطر كذا. طب افرض انا دي البديهيات دي اللي احنا في الماركت ريسيرش لازم نبقى عارفين ان احنا بنعتمد عليه. زي مثلا لما بقى على تارجت عميل الخليجي فهو عنده وقت مثلا الظهر ده قيلوله هو بينام وهيصحى يكمل شغل مثلا او whatever. فانا ببتدي اشوف دي الطبيعه وده القاعده العامه. بعد القاعده العامه ببتدي اشوف بقى انا بشكل شخصي هل القاعده العامه دي بتطبق معايا ولا لا. بس فاحيانا ممكن الاقي لا ممكن الاقي ان انا والله الساعه 12 الناس متفاعله 12 الظهر الناس متفاعله معايا جدا وده ما كانش اكسبكتد خالص تمام. وممكن في ساعتها بتبص تلاقي مثلا ممكن اغلب جمهور التينيجرز واندر ايجز مثلا وهكذا الناس ما بتشتغلش قوي او مثلا ستات بيوت فمش فارق معاهم قوي ان الساعه 12 ان انا ابقى في الشغل او ناس في الشغل وعادي بتبص بتسكرول او كذا فانت تكون ساعتها طلعت بره القاعده العامه. فاحنا عندنا قاعده عامه بالعلم كده انت بتدرس طبيعه المواطن او طبيعه الاودينس بتوعك وتبتدي تشتغل عليهم مبدئيا. بعد كده بتبتدي تقيم وتشوف بقى انت الحاجات السبيسيفيك اللي عندك فهل انت عندك ساعه ذهبيه ولا لا ولا لا. بس بالظبط. طيب مؤمن خليني اسالك بقى ايه انواع الاعلانات اللي انزلها على البلاتفورم. انت كنت قلت لي يا اما طبعا ريل يا اما بوست صوره
يا اما بوست كوبي كده بس اعتقد مش احسن حاجه ان احنا ننزل من غير صوره ولا حاجه طبعا. اوكي. ده بس يمكن في الفيسبوك، لكن انستجرام اكيد محتاج صوره او ريل. مم. المهم ايه انواع الاعلانات؟ كنت قلت لي في كرييتيف وفي informative. انفورماتيف. اه اوكي طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ طيب الفرق بين الاثنين يعني هي بتبقى اعلانات مباشره واعلانات غير مباشره، وبتفرق برضو في الاخر على حسب البلان اللي محطوطه. انا عايز ايه منه. اوكي تمام. بمعنى ان انا دلوقتي سي بعمل ماركتنج لكورس ماركتنج. اوكي تمام. حلو كده. طيب فانا عندي العميل بتاعي، هل هو عميل واحد؟ مش عميل واحد. تمام. بمعنى ايه مش عميل واحد؟ يعني ممكن يكون حد شاب صغير ورايق كده عايز حاجات تجذبه تمام بطريقه معينه، مفرفش كده وساركاستيك. وممكن حد تاني صاحب بيزنس وعايز يتعلم ماركتينج عشان خاطر سمول بيزنس مثلا يماركت لنفسه، او حتى لو بيزنس كبير بس عايز يبقى فاهم التيم اللي تحتيه شغال ازاي. فانا دايما ببقى عامل حسابي في الماركتينج مسج او الكونتنت بقى اللي انا بكتبه، ان انا هبتدي احط اكتر من طريقه للكونتنت، تمام، اكتر من دايركشن، بحيث ان انا اقدر اقيم مبدئيا كده ايه اكتر عملاء منجذبين ليا، تمام، وخاطب كل عميل بالتون اوف فويس المناسبه ليه. تمام. في حاجه عايز اقولها دايما، ان الماركتينج والبزنس بشكل عام قايم على الترايل اند ايرور. القواعد فيه حاجه مش ثابته قوي، في بيزكس طبعا ما نقدرش نطلع براها، بس في كل الاحوال الدنيا بتتطور اول باول، مفيش قاعده النهارده هتشتغل بكره بالضروره، يعني ممكن تشتغل بكره ممكن لا. فانا دايما وانا بعمل البلان ببقى عايز اعمل حسابي في الترايل اند ايرور او في التست بتاعي، تمام، ان انا واخد كل الجوانب وكل الاحتمالات الممكنه عشان اشوف في الاخر انا هكمل في انهي احتمالات بالظبط، انهي دايركشنز بالظبط. تمام. فباجي نفترض مثلا ان انا قلت عندي هعمل ماركتنج لكورس ماركتنج، تمام، وقلت والله انا عندي عميل صاحب بزنس، وعندي عميل شاب صغير، وعندي عميل عايز يعمل كارير شيفت. نفترض مثلا خريج كليه صيدله او هندسه او طالب مثلا بس عايز يعمل كارير شيفت. اوكي. فهنا الاعلان بتاعي حاجه اقول مثلا الشاب الفرفوش ده انا هعمل له اعلان كرييتيف، يعني ابداعي وغير مباشر، مش بالضروره يكون كوميدي، بس هو مش مباشر. انا هوصل له الماركتنج مسج بتاعتي بطريقه غير مباشره. يعني انا مثلا الطالب بتاع كليه التجاره ده هاجي احطه في سيتويشن كوميدي، تمام. السيتويشن الكوميدي ده بيبين قد ايه هو في نيد، عنده نيد للكورس ده، تمام. بيتكعبل في حاجه، بيجي يقدم في كذا، بيبوظ منه، بيعمل كذا، مع ان هو كرييتيف جدا مثلا، تمام. فكل الشغلانات اللي بيقدم فيها بطرق كوميديه معينه بيترفض، مع انه اجاباته في الانترفيو كانت كرييتيف. زي كده ما بنشوف مثلا حد جايب امتحان لطفل والطفل ردد اجابه مش في المنهج خالص، وبديهيه جدا، بس هو جامد، هو مجاوب صح، بس هو مش في المنهج، فاحنا بنعمله غلط، مش الاجابه المطلوبه بالظبط. بس هي اجابه انت تقدرش تقول عليها غلط، تمام. فمثلا نفترض ان انا عايز اوديه ناحيه كورس ماركتنج يعني كرييتيف بشكل كبير يعني، تمام. فبقوم جاي حاطط انترفيوهات بمواقف كوميدي هتوصلنا لده، دي 80% بتاعتنا. فهيجي في 20% هقول ان والله ايه، تعالى بقى كورس الماركتنج، انت مكانك مش هنا، انت مكانك ايه مع الناس الجامدين الكرييتيف كذا كذا كذا. ده هيجيب قوي مثلا مع حد طالب في ماركتنج او طالب في كليه تجاره وعايز يروح ماركتنج، وشاب صغير وعايز ايه، عايز يلاقي نفسه. اوكي. طيب عايز حد بيعمل كارير شيفت، طيب ده هشتغل له كرييتيف برضه، بس ممكن اشتغل له كرييتيف ايموشنال. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هحطه، او موتيفيشنال، احط ان انت مثلا العمر لحظه، واللي ممكن يعني مش بالضروره اللي فاتك ده كله، لو هو الايجو عنده عالي شويه او زعلان، يعني اكتر حاجه، اكتر مشاعر مسيطره عليه. طب والتعليم اللي اتعلمته ده كله في هندسه، ايوه، والمصاريف اللي صرفتها دي، والدكاتره اللي استحملتها، واللي كذا وكذا وكذا، فيجي في الاخر هو لا، انا في الاخر اروح ماركتنج ليه يعني؟ انا مهندس. فهو عنده النيد، بس عايز اللي يتكله على الحته دي، مش على النيد، عايز اللي يتكله يقول له خلي بالك، عادي ان كل اللي فات ده عادي، بس في ناس كتير في لحظه بتروح للاحسن، في ناس بتغير، في ناس بتبقى مليونيرات وعندها 50 سنه،
في ناس بتبقى، فانت تقعد تشحنه موتيفيشنال في الاعلان عن نماذج ناجحه جدا او عن او بسكريبت مكتوب بشكل كده شبه تقدر تطير من غير جناحات، فتقول هي تقول خلاص الوقت فات. اوكي تمام. وفي الاخر هتقول له ايه؟ ان دلوقتي تقدر تعمل كارير شيفت وتلاقي نفسك انت مكانك مش هنا برضه، بس بطريقه مثلا ايه بتتكل على الحته اللي هي فاصله ما بينه وبين البيع بالظبط. بس فانت برضه هتقف عند دراستك للعميل قوي، العميل بيفكر ازاي. بالظبط. وحاجه في حته تانية، انا دلوقتي راجل، انا العميل الثالث بتاع البيزنس ده، الراجل اللي عنده بيزنس وبتاع مش فايق لي ومش فايق للفيسبوك، وعنده بقى مبيعات وموردين وصنايعيه وقصه بقى اللي هو قاعد عينه في وسط راسه بس عايز يشوف اعلان. لو هو عدى هو عنده مشكله دلوقتي في المبيعات وفي التسويق، ومتعاقد مع تيم او شركه ماركتنج ايجنسي مش مدياله نتيجه كويسه ومش فاهم هم بيعملوا ايه وبيدفعوا خلاص، فهو عنده دلوقتي مشكله. تمام. فلما يجي يقول ان انت ليه تعتمد على شركه ماركتنج اما تبقى انت ممكن نفسك انت ايه الماركتير، وان الموضوع سهل وان كذا وان كذا، وهنعرفك ازاي تقيم شركتك وتقيم عميلك وتعمل كذا 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 كذا، كل الكلام ده كله في كورس قليل جدا، مثلا كورس مكثف اونلاين، مش هتحتاج تروح اتكله على الحاجات كلها اللي هو انا لسه هدرس، فما اجي اقول له ده اونلاين ده مسجل ده كذا، مع متابعه مع الانستراكتور بشكل برايفت في الاخر بقى. فهقعد اقفل له اديله الامان في كل حاجه، واقول له رسالتي بسرعه، واقول له النيد بتاعي بسرعه، فيبتدي يقفل معايا. فانا دايما لما باجي اقول انا هعمل كامبين او هعمل استراتيجي، غالبا بيكون فيها جزء غير مباشر للعميل اللي بيحب يعيش المود، وده هيجيبه جدا، وده هيديني براندنج اصلا، اعلان متصور سينماتيك كده كانه في التلفزيون، محطوط فيه قصه. كل ما تكون انا ظاهر بروفيشنال ده براندنج، انا شكلي حلو، زي الباكجينج نفسه. في شركات قامت على الباكجينج او مطاعم او محلات بن او ايا كان، باكجينج محترم قوي، فانا حسيت ان انت ايه حاجه جامده. تمام. فانا هروح في الناحيه دي، وفي عميل مش فايق لي حتى لو شاب صغير، خلي بالك، وفي تجاره ومش بتاع الكلام ده. ممكن الانسان طبيعته مش بتاع ايماجينيشن، في انسان بتاع ارقام، بتاع حاجات محدده، بتاع كذا كذا كذا، كوميدي ودمه مش تقيل ولا حاجه، بس مش هتوصل له رساله تبيعها عن طريق ده. فدايما انت بتعمل حسابك، بتقول ان انا مثلا انا الماركتنج استراتيجي بتاعتي في الديجيتال، في الجزء الديجيتال هتكون عباره عن 8 بوستات بافتراض يعني. فال8 بوستات دول 2 منهم هيكونوا انفورماتيف، واحد هيكون فيه الاوفر فيو او الهايلايتس بتاعت الكورس ده عباره عن عدد ساعات قد كده مع الانستراكتور الفلاني، بحط نبذه عنه تحت ان هو خبره، واخد من البيت الابيض مش عارف ايه، وشهاده في ايه وبتاع. تمام. وللحجز والاستفسار تواصل معانا. وفي جزء تاني انفورماتيف برضه، بس في كل محتوى الكورس ده للناس الاكسبرتس جدا اللي عايزه ممكن تشتري كورس عشان حته انت كاتبها جزء من الكونتنت في اخر محاضره. فمهم جدا مثلا او حاطط الكونتنت كله، فده دي الحته الانفورماتيف. انا بعرفك ان في راوند جديده من دبلومه الديجيتال ماركتنج هتبتدي في الشهر الفلاني، وان ده محتواها بالكامل، وتقدر تشترك. اوكي. من دي السيرتيفيكتس طبعا الحاجات اللي الناس تهتم بيها. تمام. وهاجي بعد كده اقوم جاي لي طب ده الانفورماتيف، هاجي اقول طب جزء الكرييتيف بقى. طيب انا هعمل حاجه مش مباشره ساركاستيك، هعمل حاجه مش مباشره ايموشنال، هعمل حاجه مش مباشره موتيفيشن، وهكذا. طب الثلاث الدايركشنز دول هيترجموا معايا الفيديوز وديزاينز. فالموتيفيشنال ياخد له فيديو وديزاين وكذا ياخد مثلا يعني. هي بص هي تكنيكس كتير يعني، ده مش قاعده عامه. بس واحنا بنحاول نشوف السكادجول بتاعنا او البلان بتاعت الشهر، احنا هنقسمها كذا. ومهم جدا، ودي حاجه يمكن ناس كتير بتقع فيها او ما بتهتمش بيها، وهي مهمه جدا، الوحده العضويه للكامبين. ان الكامبين تكون كامبين الواحده تكون تحت شعار واحد، كلهم بيروحوا للحته دي. نفترض مثلا ان انت عندك قلت مثلا ده مش مكانك. تمام. فده مش مكانك، لازم خلاص بقى الاعلانات بتاعتي كلها هتروح ده مش مكانك. حتى لو هي حاجه كوميدي ايموشنال موتيفيشن كله مش مكانك. ده مش مكانك، بس احنا كنا بنضحك. جيت بدات اكلمك تعبت كتير، رحت وعديت وكذا 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 وكذا، ده مش مكانك. مش مكانك برضه. بالظبط. فده بيفرق برضه في البراندنج.
صح. بالظبط. صح. ان انت البراند ايدنتي، احنا مم. عندنا حاجه اسمها البراند ايدنتي، مم. الهويه البصريه والهويه الكامله بشكل أيوة. عام، حتى مم. لو مش البصريه، مم. هويه الكتابه والرد والكول سنت، كل الحاجات دي متعلقه بالبراند مانجر او البراندنج اوكي. والبراند ايدنتي. اوكي. مم. وعندنا الكامبين ايدنتي، ان انا بقى أوكي. جوه كده كده الكامبين ايدنتي هتماتش البراند ايدنتي. تمام. بس الكامبين ايدنتي دي بالذات مم. هي بتتكلم بالطريقه دي وبتقفل بالشكل ده مم. ومستخدمه العناصر دي ورايحه للعميل ده. اوكي. تمام. متغيره على حسب كامبين الكامبين. كل بالظبط. كامبين بتتغير، لكن بس البراند واحد. بالظبط. بس الا لازم لو عملت تماتش. طبعا ريبراند. الا لو عملنا ريبراند. ده قصه تانية. بس لازم ان الكامبين ايدنتي تبقى بتماتش مع البراند البراند طبعا. ايدنتي. اللي يتعلق مع الناس يعني. بالظبط. بس هو في كل الاحوال انت لازم تعلق مع تعلق الناس مع يعني. الناس. لو ما علقتش على الناس تبقى ما بتماركتش. بالظبط كده. ايوه. بس اوكي. فهنا بيبتدي بقى ان واحنا بنعمل الكامبين ايدنتي دي مم. بنقسم ان جوه نفس الكامبين جوه نفس الايدنتي الدايركشنز بقى نفسها هنبقى عندنا انفورماتيف الكونتنت تايب، يعني ان الكونتنت تايب بتاعي هيكون انفورماتيف ولا كرييتيف. الانفورماتيف ده هيكون كذا ولا كذا، هي تفصيلي ولا عام. ايوه. الكرييتيف هيبقى كذا كوميدي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. بعد كده بقى الميديا تايب. الميديا تايب دي الميديا نفسها بقى هتكون فوتو ولا فيديو، لونج فيديو ولا شورت فيديو، شورت فيديو ولا ريل، كذا كذا كذا، عشان خاطر انا رايح فين. فما بقول لك هو في تفرعات كتير. انا بخاف الحلقه تطول. ايوه بالظبط. انا بس عايز اسال على حاجه. طيب انت قلت لي هعمل حاجه كوميدي او ساركاستيك وحاجه ايموشنال مثلا وموتيفيشنال. طب ده يا مؤمن مش هيبقى فيه تضاد شويه عن الكامبين ايدنتيتي؟ يعني مثلا مش تبقى الكامبين كلها ضحك وهزار او الكامبين كلها ايموشنال وموتيفيشن؟ بصي هو يستحب طبعا. بس لو الكامبين دي في زي كده في خطوط حمراء. يعني مثلا الكامبين لو هي it must be emotional، هي حاجه 57 357 او مستشفى او حاجه ما ينفعش اهزر فيها. فمش هينفع اهزر. تمام. انما لو حاجه رايحه جايه معايا، وصلك الفكره؟ يعني اوكي ان انا ممكن اهزر. فهنا ممكن استغل طالما انا جوه نفس السلوجن ونفس الهارموني ونفس التون اوف فويس، ممكن او عامل ايه، ممكن او عادي ههزر هنا هعمل كذا عشان خاطر استغل ده في ان انا اوصل لاكتر من عميل. ده في حاله لو انا عندي يعني عملاء مختلفين. يعني احنا دايما هي البريوريتيز بتحددها الوضع الحالي لكل حاجه. عشان كده الموضوع ابديتد جدا في الوضع الحالي للكامبين وللعميل المستهدف وتشعبه قد ايه، هو كام عميل وهو كذا 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 كذا. فبنقعد نستقر. وانس ان انت حسيت ان في نشاز في الموضوع انت بتوقف. لا خلاص يعني هو ممكن تيجي بعد ما عديت وتحمست قوي الفكره وبدات تسمع سكريبتات مثلا من التيم، تقول لا يا جماعه انا حاسس لا الحاجات دي مش ماتشت مع بعض او ما فيش هارموني بين الكامبين. تعالى نبدا من الاول، او تعالى ناخد الدايركشن الفلاني بتاع فلان مثلا واحد من التيم، خلينا نكتب كلنا معاه زيه كده بالظبط، بس نفرع الموضوع من ناحيته هو بس. طيب هسألك سؤال بقى عشان انا طماعه شويه يعني. هنتفرع اكتر بس سريعا. انت قلت لي الميديا تايب لونج فيديو، شورت فيديو، ريل. ايه ده؟ هو الشورت فيديو غير الريل؟ شورت اوكي. طب امتى بقى استخدم لونج شورت ريل سريعا كده؟ بسرعه. هو الاول بس ايه الفرق ما بينهم؟ او حد الفرق ما بينهم في المده بس. يعني الشورت فيديو، بص اللونج فيديوز هي كده الفيديوز اللي بتعدي الدقيقه ونص دقيقتين. يعني من انت طالع بقى كده هي لونج فيديو خلاص. تمام. الريلز غالبا بتكون دقيقه، شورت فيديوز من دقيقه ونص. مش بالضروره يعني شورت فيديوز والريلز قريبين قوي مع بعض. بس انت بتحدد وانت بتبوست انا هبوسته از ريل ولا از شورت فيديو. يعني الريل هيحجمك بشكل كبير في الدقيقه. تمام. شورت فيديو مش هيحجمك في ده قوي، والالجوريزم نفسها هتبتدي تنشره بطرق مختلفه. يعني الريل هيتنشر وسط الريلز، فانت عايز تنتشر وسط الريلز هتنزله از ريل. ممكن نفس الفيديو يعني هما 2 دقيقه بس انا هبوست از بوست. دي حاجه انت بتختارها بايدك. ايوه. بس هو الريل شورت فيديو. بس فاللونج فيديو لو انا عايز اوصل معلومه كبيره. يعني انا مثلا نفترض ان انا عامل سلسله زي مثلا انا دكتور طبيب يعني. تمام. وعامل سلسله توعيه. سلسله التوعيه دي انا عايز انزل منها جزء ريلز عشان اقدر انتشر. فالريلز بتحب الاستابيليتي والكميه عشان يقدر حتى لو حد اتسحل مع ريل بيك وشافها الاخر هيجي يعمل كده يلاقي ريل تاني. فيسبوك بينشرك بقى بسرعه. فده ريتش اورجانيك من غير ما تدفع فلوس.
بس لازم تبقى بتنزل كتير. الكونتنت بياد فاليو، ده في اي حاجه في الدنيا بقى، مش عشان ريلز بس. لو مش بتاد فاليو ما تعملش ماركتنج، ما تعملش حاجه في الدنيا. خلاص انت ما تبقاش، مش تفتحش خلص. بيزنس يعني. مش بتاد فاليو ما تعملش اي حاجه خالص، روح بقى على جنب. بس فانت بتاد فاليو جدا. تمام. وخلاص بتدي هوك في اول الفيديو او الشورت فيديو ده برضه او في اول البوست. الهوك ده مهم جدا في اي حاجه. اللي هيوقفني انا دلوقتي بسكرول، العالم سريع. فانا دلوقتي في هوك، يعني في حاجه. انا اول ما عملت الفيديو الثامبنيل او الكفر اللي اول ما وقفت كده شدني مع التايتل المكتوب بخط كبير اللي هو حاجه ويرد او حاجه شويه هتصير فضولي، فانا وقفت. دخلتك دي بقيه الهوك انت هتخليني اكمل ولا لا؟ لذلك مثلا بتلاقي ان حد بيعمل ريسيبيز لاكل، فيجيب لك اول لقطه هي الاكله وهي جامده جدا جاهزه. بعد كده تاني لقطه ايه دي بقى الكيان بتاع الفيديو نفسه. تمام. هو بيبتدي يعمل الميكنج بقى بتاع كل حاجه، فانت هتكمل عشان تعرف هو عمل ده ازاي مثلا يعني. تمام. فانا هبتدي اعمل حمله التوعيه دي. نفترض ان انا مثلا دكتور اطفال، فبتكلم عن التغذيه والمشاكل بتاعت الاطفال حديثي الولاده والرضاعه والمش عارف ايه وكده، وجزء برضه مثلا بتكلم عن المشاكل النفسيه للاطفال والسلوكيه والتوحد والكلام ده. تمام. فابتدي اقسم والله الحاجات بتاعه الحديث الولاده هاخدها سريعا. امتى اغير للبيبي، امتى اعمل مش عارف ايه كذا. فيبتدي الفيديو انا ابني ما بياكلش. هو ده الفيديو. ايوه مشكله كل الامهات. فيبتدي يقول له طب امتى اقول ان ابني ما بياكلش؟ لما يبقى كذا او كذا او كذا. فهو يوضح حاجات تقدر تعمل في بوينتس بسيطه. خلاص يبقى ده ريل. فامتى حد عم تعرف ان ابني اكله قليل؟ لما يبقى بيعمل 1 and 2 and 3 and 4 ويبدا يشاور كده. ايوه الحاجات دي مع المزيكا، مع مزيكا ترند جدا. في المزيكات اللي موجوده از ترند بتنشرك بسرعه، لان في ناس تدخل تدوس على المزيكا نفسها وتشوف الفيديوهات اللي معموله عليها اصلا. اوكي. او هتكلم بنفسي بس عايز اوصل رساله سريعه، ودي بتسود في الانتشار وبتحطني مع الريلز. طيب انا هنا بقى بدات اتكلم عن حاجه متخصصه جدا زي مثلا اضطراب فرط الحركه وتشتت الذهن. دي بيهتموا بيها جدا الامهات عشان خاطر العيال ما بتعرفش تذاكر وبتتحرك كتير وبتعرفهم وكذا حاجات كتير قوي. مش عارف هو كده تعبان وعنده المرض ده ADHD ولا هو ايه، ولا هو كده طبيعي بس شقي. بالظبط. فده بقى انا عشان افهمك هو طبيعي ولا شقي، امتى يبقى طبيعي وامتى هنا يبقى فيه اضطراب سلوكي. بعد كده اقول لك طيب هو عنده اضطراب سلوكي، انا هتعامل معاه ازاي سلوكيا كأب؟ تمام. وهراعي ايه في المدرسه وفي النادي وفي كذا وفي كذا وفي كذا. بعد كده تغذيته بقى هيبقى بياكل ايه عشان كذا، يمنع الكافيين عشان بيزود حركته، يمنع الشوكولاته، يمنع السكريات، يمنع كذا يمنع كذا. فبدات هنا اتشعب في حاجات كتير. فدي معلومه هتبقى بتاد فاليو قوي لو اتقالت على بعضها، والام هتقعد كده تسمع عشان ده ابنها. بالظبط. فهنا هضطر ان انا اعمل فيديو 5 دقايق مثلا بس. فساعتها هنا بيبقى النيد برضه او الفاليو اللي بيقدها الفيديو هو اللي بيحدد هو هيبقى شورت ولا لونج. بس يعني مثلا ممكن نقول يا مؤمن ان الريلز والحاجات السريعه للماس يعني اللي هي الماس ماركتينج. هي ناس مشكله كتير من الامهات، يعني مثلا ابني ما بياكلش، فدي كل الامهات، فبالتالي تبقى سريعه. لكن لو حاجه سبيسيفيك ونيش قوي، يعني مش كل الامهات ولادها ADHD، بس لما تبقى حاجه سبيسيفيك قوي ممكن يبقى اللونج فيديو هنا يسعفني اكتر. مظبوط. بص دي معلومه مظبوطه. بس عشان نبقى ادق، الحاجه اللي ينفع تتقال في دقيقه من غير ما تبقى منقوصه لازم تبقى ريل. الحاجه اللي ما ينفعش تتقال في اقل من واتيفر بقى، اقل من 5 دقايق، من 6 دقايق كذا، من غير ما تبقى منقوصه لازم تبقى لونج. والقاعده هنا بقى في الكونتنت رايتنج، الكلمه اللي تتشال والجمله تمشي ما ينفعش تتحط. اوكي. يعني الحكايه ما تهريش بس من الاخر. يعني فطالما انت ما هريتش والفيديو بقى ساعتين، هو لازم يبقى ساعتين. طالما ما هريتش انت بتاد فاليو وبتقول معلومه. فالمعلومه دي طلعت ساعتين، طلعت سنتين. انت طالما ما فيهاش كلمه تتشال قولها. انت الناس محتاجاها. انما والعكس، والا اذا انت بقى كنت داخل انا ناوي اعمل ريلز، فانت هنا من الاول ما بتنقيش المواضيع الطويل من الاول. اوكي. طيب نبدا بقى نخش في الجوبز اللي جوه الديجيتال ماركتنج. اوكي كتير قوي. عمرو تسمع؟ طب خلينا نسال كده عمرو يا مؤمن، تسمعوا ايه عن او تعرف ايه الجوبز اللي جوه الديجيتال ماركتنج يا عمرو؟ ميديا باينج، كونتنت كريتور، كوبي رايتنج، SEO، SEM، ايميل. SEO ولا SEO؟ SEO. SEO. SEM. اوكي مظبوط.
مودريتور اوكي كده. مظبوط. يعني هو انت قلت اغلبهم يعني. بص احنا لما نيجي نتكلم عن ديجيتال ماركتنج بشكل متخصص قوي في الديجيتال وفي الماركتنج، انت قلت اغلبهم. ان انت بيبقى عندك من اول الماركتنج دايركتور، بعد كده ماركتنج مانجر، بعد كده الديجيتال ماركتنج مانجر او السوشيال ميديا سينيور، بعد كده بيبقى عندك ميديا باير، سوشيال ميديا سبيشالست، مودريتور. اوكي. طيب ليه كل ده؟ خلينا نقول ان في حد في كونتنت رايتر طبعا، في كريتيف كونتنت كريتور وكوبي رايتر على حسب يعني النيدز بتاعت الشركه او طبيعه الكونتنت اللي طالع. بس احطهم كلهم تحت كاتيجوري كونتنت رايتر عشان ما نتشعبش كتير. الكونتنت رايتر ده تحتيه بقى كتير قوي. تمام. فانت عندك مبدئيا الماركتنج دايركتور اللي بيحط المين دايركشنز بتاعت البلان والاستراتيجي والقصه دي كلها. ماركتنج مانجر ده اللي بيشرف على تنفيذ البلان بالظبط والاستراتيجي دي مع التيم، وبيمانج التيم نفسه كامل. تمام. عشان الماركتنج استراتيجي دي تتحقق في الديدلاين المطلوب بالكواليتي المظبوطه بكل حاجه. وعندك بعد كده بقى الميديا باير، او خلينا بقى نتكلم ميديا باير. اوكي. يعني انت المفروض بقى يعني اول ما ان الماركتنج مانجر تشير، انت عندك التيم كله غالبا يعني بيشارك في حاجات كتير مع بعض. يعني انت عندك الكونتنت رايتر او الكونتنت كرييتور يبتدي ياخد الاستراتيجي دي من الماركتنج مانجر ويحولها لايه، لكونتنت. سواء بقى الكونتنت ده هيتبعت كبريف وستوري بورد للديزاينر عشان ينفذها، او الفيديو اديتور او الفيديوجرافر عشان ينفذها. اوكي. او ايا كان بقى. يعني الكونتنت نفسه، الكونتنت مش جاست تكست. الكونتنت هتاخد منه التكست والميديا، فده حته خلينا نتكلم فيها بعدين. تمام. عشان كده قلت لك حط ان الكونتنت، تيم الكونتنت ده لوحده كده. تمام. هيبقى عندك بقى فيه شويه كعبله ما بين السوشيال ميديا سبيشالست والميديا باير. الناس مش عارفه مين بيعمل ايه بالظبط. لان زمان شويه كان ما فيش ميديا باير، كان في سوشيال ميديا سبيشالست، وهو الراجل المتخصص في كل ما يتعلق بالماركتنج على السوشيال ميديا. فاللي هو بيشتغل سوشيال ميديا كان اسمه سوشيال ميديا سبيشالست. اوكي. بس لو هو بقى سينيور بقى معاه تيم سوشيال ميديا وهو بقى سوشيال ميديا سينيور. فالميديا باير هو حديث شويه، مش حديث اللي هو امبارح يعني، بس حديث عن السوشيال ميديا سبيشالست. وهو الماركتير المختص بالبيع ديجيتال. يعني بيشيل بقى الكيان الاداري ده كله، ويقول ان في ميديا باير هيقعد مع عميل او مع شركه ويقول لها ازاي ابيع المنتج ده. تمام. من خلال المنصات الديجيتال. بس انا مش متخصص غير في الديجيتال، وهقول لك ان انت محتاج تصور المنتجات بتاعتك بالطريقه الفلانيه، ان الكونتنت محتاج يبقى عامل الشكل الفلاني، ان احنا هنحتاج كونتنت قد كده، ان احنا هنحتاج نسبونسر بفلوس قد كده عشان خاطر ابيع. فالميديا باير هو متخصص قوي في الجزء ان انا هصرف ايه عشان خاطر ابيع ايه. تمام. بأنهي شكل، والبوستات هتنزل بأنهي شكل، وهكذا. السوشيال ميديا سبيشالست هو اللي عارف البلاتفورم دي طبيعتها عامله ازاي. زي مثلا فيسبوك، ايه اكتر الاماكن اللي فيها ريتش، الاناليسز كلها بتاعت السوشيال ميديا بتاعت الكامبينز بيقدر يحللها، بيقدر ياخد قرارات. بيعمل السكادجولينج بتاع السوشيال ميديا بتاع البوستات، الكلام ده كله. فالسوشيال ميديا سبيشالست هو قريب من الميديا باينج، بس الميديا باير جزء منه. الميديا باير متخصص في الحته بتاعت البيع، هو داخل يبيع. يعني السوشيال ميديا سبيشالست ممكن يمسك صفحه ويبقى شغال مثلا على صفحه زي صفحه البودكاست. انا مش ببيع حاجه. فينفع السوشيال ميديا سبيشالست يجي يقول لك انا هنزل بوستات امتى، شكلها عامل ازاي، يرد على الكومنتات ايه، يتابع مع المودريتور وهكذا. في الاخر خالص بيجي لك المودريتور ده لو بيرد على الرسائل، وبيبقى بيرد على الرسائل وفقا للتون اوف فويس والستراكشرز بتاعت الماركتنج دايركتور والماركتنج مانجر. مش كل الشركات فيها ماركتنج دايركتور، هو الدارج في ماركتنج مانجر. الشركات الكبيره في ماركتنج دايركتور وماركتنج مانجر، حد بالاستراتيجي وحد بيمانج. بس فاحنا عندنا في الاخر المودريتور، اللي هو في الاخر بيرد على الرسائل والكومنتات، واحيانا بيبقى هو اللي بيعمل السكادول. يعني بس ممكن السوشيال ميديا سبيشالست او المانجر حط ان انا عايز انزل ايه امتى، المودريتور هو اللي بينزل، بس بينزل ما بيكتبش. يعني جاي له التكست مكتوب، الديزاينز موجوده وكل حاجه، بس انا في الاخر هعمل ايه، هدوس بوست او هعمل سكادول في اليوم الفلاني هينزل كذا
بس وبيقدر طبعا السوشيال ميديا سبيشالست المفروض ان هو بيقدر يران ادز ويعمل سبونسر وكل حاجه. بس في الحديث قوي يعني هو الميديا باير. انا هبيع وهعمل سبونسر يبقى الميديا باير. كمان فكرة التكلفة بتاعت كل عميل. التكلفه بتاعت كل عميل دي الكوست والكونفرجن ريتس والكلام دي هتبقى اكتر قصه الماركتنج مانجر. ان هو اللي بيتابع مع الشركه ومع الفاينانس، يعني هو اللي قاعد مسؤول عن الفلوس اللي بتتصرف دي كلها، وفي الاخر هي هتحقق التارجت ولا لا. فبيجي يقول ان انا والله مثلا انا دلوقتي ببيع مثلا، افترض ان احنا اتكلمنا عن الريل استيت قبل كده، فانا والله الهدف مني دلوقتي ان هو ليد جنريشن، تمام، ان انا هجيب بيانات عملاء. فانا دفعت مثلا 20,000 جنيه وجالي زي مثلا 20,000 عميل افتراضي يعني. فتكلفة العميل جنيه. طبعا دي مش موجودة في الدنيا. ايوه يعني انا بحاول اجيب ارقام اعرف اقولها عشان انا مش كويس خالص في الحسابات. بس فمثلا هنا بيقول لك ان تكلفة العميل هي جنيه، تمام. وبالعميل ده بقى بعد كده بنقعد مع تيم الداتا اناليسيس ونحلله هل هو عميل كواليفايد ليد ولا مش كواليفايد، ولا ده عميل ايه وبتاع. وبنقعد بقى نحل يعني قصة كبيرة قوي، فهي إدارية اكتر. بنقعد بقى مع بقية التيمات، مع مجلس الإدارة، مع الداتا اناليسيس، ونشوف البرفورمانس بتاع الكامبين. بس الميديا باير في الحاجات اللي ليها علاقة بالاي كوميرس، الميديا باير بس الميديا باير في الجزء بتاع الاي كوميرس والبيع الصريح من خلال السوشيال ميديا. ان انا مثلا ستور اونلاين ببيع تي شيرتس، ببيع حاجه مش شركه كبيره، مش حاجه عملاقه يعني. لو معايا اكونت عادي ببتدي اتعامل معاه ان ده العميل بتاعي، لا يقدر ان هو يقيم الكامبين ويقيم الداتا اناليسيس كلها ويبعت ريبورت شهري للعميل. يعني الميديا باير في الاكونتات الصغيره او في السمول بزنس او في الاي كوميرس يقدر يشيل الليل. اوكي ممكن يبقى معاه بقى كونتنت رايتر يساعده، معاه ديزاينر، معاه فيديوغرافر وفيديو اديتور، بيبقى تيم ميديا. تمام. وبيبقى معاه مودريتور عشان يقدر ان هو يرد على الرسائل. بس ده في السكيل الصغير. في حاجات يعني بتكلم بسكيل كبير قوي، تدرج وظيفي. بس السكيل الصغير يعني اوكي. ميديا باير هو حد في الديجيتال ماركتنج، هو اقوى حد في السكيل الصغير. اوكي. طيب في دايما يا مؤمن مث كده، او يعني مقوله مغلوطه، مش مغلوطه بس يعني انه الماركتينج ده محتاج كرياتيفيتي رهيبه وحد عنده بقى ايماجينيشن ومش عارف ايه. لو انا شاب ما عنديش ده، ما عنديش السكيل دي، بس حابب الماركتينج، ايه من الوظائف دي مش محتاجه كرياتيفيتي عاليه قوي واقدر انا بابسط السكيلز وابسط المعلومات اللي عندي اقدر اشتغل فيها، مش محتاج يعني ابقى مبدع يعني؟ بصي، هو الماركتينج هي مقولة مش مغلوطة قوي. ما انا بقول لك مش مغلوطة قوي، بس يعني هل في امل للناس اللي ما عندهاش الكرياتيفيتي يشتغلوا ماركتينج عادي؟ بصي هنفرق ان انا اشتغل ماركتير. تمام. انا يعني من وجهة نظري، بس مفيش قاعدة عامة، بس هي وجهة نظري انت لازم تبقى كرياتيف. اوكي. طيب هشتغل في مجال الماركتينج وفي صناعة الماركتينج مش بالضبط. فدي حاجة يعني انا مش هشتغل ماركتير، مثلا هدخل اشتغل حاجات تانية. يعني لو شغال مودريتور ممكن يبقى عندي كوميونيكيشن سكيلز عالية بس مش كرياتيفيتي. انا بعرف اتواصل مع الناس وبعرف ارد على العملاء ولابط وبعرف اكتب، فاقدر ارد على العملاء. فاذا هنا المودريتور مش بالضروره خالص يكون ايه كرياتيف. طيب السوشيال ميديا سبيشالست في حاله السكيل الكبير، ان في ميديا باير اوريدي، وفي كونتنت رايتر، في ماركتنج دايركتور، ماركتنج. السوشيال ميديا سبيشالست هو قاعد بيتابع تولز، بيتابع البلاتفورم دي، بيتابع الاناليسيس بتاعتها، بيشوف ايه احسن توقيت ننزل فيه البوست، بيشوف السكادجول، بيتابع مع المودريتور الكلام ده كله. فبرضه مش هيحتاج كرياتيفيتي. الميديا باير يعني لو هو معاه برضه ماركتنج مانجر وكونتنت رايتر، يعني لو هو جاست برضه بيلعب دور السوشيال ميديا سبيشالست بس هيران ادز، هو بروفيشنال جدا في انه يعمل ران للادز وانه يصفي ويعمل لوك لايك اودينس ويعمل بقى عملاء مشابهين للعملاء اللي موجودين. قصه الموضوع كبير، مش جاست ان انا بحدد العميل يعني. فهو متخصص يقدر يبقى مش كرياتيف، تمام، ويقدر يبقى شغال بيزد اون ارقام يعني. بس لازم برضو يكون معاه شق كرياتيف، وهو شخص جاست ان هو تكنيكال. يعني هو شاطر جدا في متمكن من التولز بتاعته. تمام. انما وانس ان انت بقى بتكريت كامبين، بتكتب كونتنت، بتعمل ستوري بورد ديزاينز، بتعمل اخراج الاعلان، بتكتب سكريبت الاعلان، اي حاجه لها علاقه بالماركتنج بقى كفكره وكرساله وككونتنت، مش هينفع تكون مش كرياتيف. هو ده الماركتنج بالظبط. احنا اتكلمنا على كونتنت، ممكن تقول لنا ايه الفرق بين كونتنت والكوبي رايتنج؟ اقول لك، هو الكوبي رايتر كونتنت رايتر يعني. بص، هو الكونتنت رايتر عموما ده يعني في اعتقادي انه دي الحاجه العامه.
بس انت ممكن يتشعب منها. مثلا انت حد كوبي رايتر، يعني انت قوتك في الصياغه، انت حد بتعرف تصيغ جمل كويس، وبتعرف تعمل اعاده صياغه لمقالات او كذا، بتعرف تكتب مقالات. مش شرط خالص ان انت تكون كرييتيف او ان انت تكون بتعمل حاجه ابداعيه بشكل كبير، بس انت عندك قوه في الصياغه وقوه في السرد وتسلسل في السرد، فانت حد تقدر تكتب مقالات، تقدر تستخدم الكلمات المفتاحيه الكيوردز يعني، وتدخلها جوه المقال والكلام ده كله. فانت كوبي رايتر شاطر او كونتنت رايتر شاطر. طيب انا لو كرييتيف كونتنت كرييتر دي حاجه تانية بقى. انا كونتنت رايتر برضو، او لو انا سكريبت رايتر بكتب اعلانات، فانا كونتنت رايتر برضو، بس انا هنا بكتب اعلانات بس. كرييتيف كونتنت كرييتر انا بكتب اي حاجه مش اعلانات بس، ممكن اكتب ستوري بورد للديزاين، ممكن اكتب سكريبت الفيديو اعلان، ممكن اكتب فكره كامبين، ممكن اكتب حلقه راديو، ممكن اكتب اي حاجه. بس انا هنا لازم اكون كرييتيف ومبدع وبعمل حاجه مهما كانت هي فنيه، هي تسويقيه وكوميرشال كل حاجه، بس هي فنيه. فاعتقد ان الكوبي رايتر هو رايح في الحته التكنيكال، ان انا قوتي في الصياغه وفي السرد والتسلسل وبقدر اعمل كونتنت قوي، فانا كوبي رايتر او كونتنت رايتر صريح. كرييتيف كونتنت كرييتر احط بقى تحت كل مشتقات بقى، سواء سكريبت رايتر ارتكل ايا كان، بس هو كرييتيف وكرييتور، هو بيخلق الموضوع او التوبيك او الفكره from A to Z، مش داخل واخد تعليمات معينه فداخل يكتب مقال معين، او بيحضر من مقالات معينه فبيعمل اعاده صياغه للمقال ده، او معاه حاجه بيصحح لغويا، فده برضه الكلام ده هو اللي بيجيب الفكره يعني من الاول، اللي بيجيب الفكره او اللي بيبدا الموضوع، اللي بيحدد السلوجن. مثلا كرييتيف كونتنت كرييتور او الكرييتيف دايركتور، يعني ما كانش معمول من تدرجات تانية. يعني لو انا بتكلم، انا معايا تيم فيه كرييتيف كونتنت كرييتور مثلا وميديا باير، فالميديا باير هيحدد يقول ان العميل ده سعودي، فانا هعمل سبونسر على سناب شات وعلى تويتر، هعمل سبونسر بالشكل الفلاني، وان الحاجه دي غاليه فبرضه هعمل لاندنج بيج مثلا او ويب سايت وهعمله على جوجل. دي قصه الميديا باير. اذا كان هو التيم عباره عن ميديا باير وكرييتيف كونتنت كرييتور مع تيم الميديا طبعا يعني، فهيبقى اللي بيحدد هنا بقى ايه السلوجن والكرييتيف وايه افكار الديزاينات وافكار الكلام ده كله، هيبقى كرييتيف دايركتور او كرييتيف كونتنت كرييتور، ده اللي بيصنع الموضوع. انها ممكن يبقى فيه كرييتيف دايركتور فيقول ان احنا ده السلوجن خلاص ودي الافكار خلاص، بس هحتاج بقى حد يكتب البوستات من الدايركشن ده بالطريقه دي بكذا بكذا، فيجي واحد بقى الصياغه عنده قويه قوي، ده اللي هو مين؟ الكونتنت رايتر او الكوبي رايتر، فيبتدي يكتبه وفقا للقالب ده بالظبط. طيب مؤمن، الماركتينج من اكتر المجالات اللي فيها شغل الفريلانسنج، فكانوا الشباب دايما يعني سألونا بالذات في الحلقة دي وموصينا نسألك ايه اكتر اماكن ممكن انا لو انا بشتغل فريلانسر از ماركتير او هبدأ في لسه بادئ في بداية الكارير، يعني اقدر اشتغل از فريلانسر في ايه المنصات اللي اقدر اشتغل عليها او اقدر اعرض شغلي فين؟ الموضوع بص، هو اشهر حاجة ابورك، يعني ابورك هو فريلانسر لاي حاجة في الدنيا، ده اشهر ويب سايت عالمي حتى يعني. سواء انت كنت كونتنت رايتر، كنت سكريبت رايتر، كنت ماركتير، كنت سوشيال ميديا سبيشالست، كل الشغلانات اللي في الدنيا جوه المجال او صناعه الماركتنج وغير صناعه الماركتنج هي موجوده على ابورك. فده اللي انا اعرفه وارشحه يعني. عشان ابورك باليو اوكي. بس فده اللي انا اقدر ارشحه يعني، وضامن ان هو سيف وكويس. في بقى فايبرز وخمسات في حاجات كتير، وفي حاجات والله تمام بس انا ما اشتغلتش عليها، فما عنديش خبره فيها، فما بحبش اهبط يعني. بس لا، اللي انت ضامنه في لو حد فويس اوفر مثلا، في ساوند ديلز، حاجات كده يعني دي الحاجات اللي في مجالي انا عرفتها زمان يعني. بس انا انصح لو حد لسه بادئ يشتغل في ماركتنج ايجنسي. جزء كبير من العلم اللي هتتعلمه من السينيور اللي معاك ومن التيم ومن الاكونتات. انت في الاول مش هتقدر تجيب اكونتات جايه لك انت مخصوص فتتعلم من خلالها، يعني مش هتبقى بالقوه ان انت تتعلم في العميل وما تخسر سمعتك. فريلانسر في الماركتنج، افترض ان انا حد بعمل ده مثلا، بتبقى انت زيك زي الشركه. يعني انا اللي بيجي يتعاقد معايا، انا عندي شركه، بس افترض ان حد جاي لي انا مخصوص، فبقى جاي المؤمن ابراهيم، هو ما يعرفش انت عندك شركه مش عندك شركه. انا عايزك تيجي تشيل الدنيا بتاعت الماركتنج دي كلها وتقول لي كده زي الدكتور انا مشكلتي فين.
تيجي تكشف عليا وتشوف الاناليسيز بتاعتي كلها والبتاع وتقول لي والله انت عندك مشكله في كذا والحل بتاعها في الكامبينز الفلانيه بالتكلفه الفلانيه. دي الفريلانسنج في الماركتنج كماركتير. تمام. ممكن في اي فيلد منهم تبقى شغال فريلانسر. بس انت في الاول محتاج انك تشتغل في ماركتنج ايجنسي او تشتغل موظف ماركتير في وسط ماركتنج تيم، في سينيور في كذا في وهكذا. بس انا ارشح ماركتنج ايجنسي عشان يبقى في تعدد. هي مفيده بانها بتجيب لك اكونتات. واحد انت موظف لا بتتعب على سيلز ولا عندك ولا حد يعرفك، بس انت هي الشركه نفسها جابت لك قالت لك انت والله معاك شركه كذا وشركه كذا وشركه كذا هنعمل لهم كامبين. انت داخل في الاول مش فاهم دارس بس مش عارف تعمل ايه. تمام. فبيجي تبص تلاقي زمايلك اللي قبل منك عملوا الكامبين بالطريقه الفلانيه فتفهم ان هي بتعمل كده. وهم بيفكروا عشان يجيبوا السلوجن فكروا بالطريقه الفلانيه، عملوا حساب لطبيعه العميل في كذا، قالوا بلاش دي عشان خاطر كذا. فالحاجات دي بفلوس يعني ما تحاولش تسكبها وتقوم جاي طالع بادئ من نفسك طالع انا بنفسي. انت خد كام سنه واعمل شركتك اشتغل فريلانسر. انت لو شاطر فعلا واتطورت في المجال ده هيجي لك الحاجات عن طريق الترشيح. خلاص العميل اشتغل معاك قبل كده كنت شاطر قوي هتلاقي واحد غيره بيقول لك الو انت انا من طرف فلان اشتغلت معاك وهكذا. يا اما انت صاحب شركه وعندك تيم سيلز بعد كده يعني فبيجيبوا لك عملاء وهكذا. بس ما تحاولش تجو ناحيه الفريلانسنج في الاول خالص لان لوحدك الموضوع كمان هيبقى محبط قوي. انت في الويب سايتس دي طول ما انت ما عندكش ريت طول ما انت ما عليكش ريت انت مش مضمون بالنسبه لك. وعشان تجيب ريت دي حاجه صعبه جدا. انت لازم تجيب اول عميل دي قصه يعني عشان تجيب اول عميل ده واحد دخل يثق فيك من وسط كل الناس اللي عندها ريت وعامله فلوس من نفس الويب سايت وده امان بالنسبه له فدخل قال لك انت ودي حدث نادر. هيبقى نادر امتى؟ لما تبقى انت جامد جدا فانت مقدم احسن بروبوزل او احسن ديمو. تمام. مع انك مش معروف فهو ياخد الريسك ويقول لك انا عايز اشتري الخدمه بتاعتك. طب هل انت هتبدا جامد جدا؟ نو واي. فانت هتدخل تقدم وما يجيلكش اي حاجه فتحبط فتقول لك انا عايز اعمل شيفت كارير شيفت. طب وليه؟ يعني اشتغل في شركه نستهدف. اتكلمت في فكره الميديا باير وجوجل والفيسبوك ازاي يحدد الويب سايت او التشانل بالظبط؟ ازاي يحدد بناء بقى على طبيعه العميل. انا قلت يعني لو عميل مصري عميل سعودي عميل كبير في السن عميل صغير في السن انت بتشوف البيهيفيرز او سلوكيات واهتمامات العميل وتواجده في انهي منصه اكتر وبناء عليها لو العميل ده تواجده وتفاعله اكتر على اليوتيوب هعمل الكامبين على اليوتيوب. لو على جوجل هعمل الكامبين على جوجل. نفترض مثلا ليه دايما بنقول ان جوجل مع الريل استيت لان لما حد يبقى عايز يشتري حاجه بملايين شقه فيلا يدخل يعمل سيرش على جوجل ويكتب مثلا كومباوند ناحيه سموك هو العميل عايز اسكن هنا في الحته دي في كومباوند فهيظهر له في السيرش. فانا ساعتها ابتدي اعمل بقى هنا حته الاس اي او والاس اي ام. بس فكره الاعلانات مش واخده حقها هنا في مصر على جوجل يعني. لا واخده حقها جدا. احنا مصر بنشتغل جوجل ادز كتير جدا بس سكيلز كبيره مش مفيش اي سمول بزنس بسهوله هيشتغل على جوجل. جوجل من ناحيه مكلف ومن ناحيه عايز استمراريه ومن ناحيه اهدافه مش دايما بيعيه من المقام الاول. انا عايز اظهر لك في الاول دايما وده بفلوس. الرانك يعني هو الاس اي او اللي بتسالني عليه قبل كده هو في الحته دي. انا ازاي دايما ابقى لو حد بيعمل سيرش عني يلاقيني. بس هل كل الصناعات محتاجه سيرش؟ يعني لو عايز تي شيرت هدخل اكتب انا عايز تي شيرت لا انا اصلا لو قلت عايز تي شيرت دلوقتي فيسبوك هيطلع لي مليون بالظبط من ايوه واحنا قاعدين نتكلم كده بالظبط. انما انا عايز شقه عايز كورس هدخل اكتب على جوجل لان انا لو كتبت على الفيسبوك مش هفهم حاجه. هو بيطلع لك بيدجت في وسط بوستات السيرش في الحاجات دي وحش. انما انا لو حد عايز حاجه غاليه او كومبليكيتد او سبيسيفيك او كذا هدخل على جوجل. فساعتها بيبقى من المقام الاول ان انا لازم اكون متواجد هنا لو ده سمح لي او البادجت بتاعتي كبزنس سمحت لي. هي فكره البوش والبول ماركت بالظبط. طيب مؤمن خليني أسألك سؤال كده سريع برضو يعني في الآخر إنه في ناس كتير دلوقتي خايفة من الشات جي بي تي وحاسين إنه بيهدد كل الديجيتال جوبز دي هياخد مكاننا. اوكي الكونتنت كرييتور او الكوبي رايتر شات جي بي تي اكتب لي اعلان عن كذا كذا هيروح تراك مطلع لي الكوبي زي ما احسن حد يقدر يكتب. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ هل شات جي بي تي بيهدد الديجيتال ماركتينج جوبز؟ خالص. شات جي بي تي ده حاجه عظيمه بس هي الناس اولا بتخاف من حاجات جديده. الانسان عموما بيخاف من انه يطلع بره الكومفورت زون. بس اي حاجه بتطلع جديده او اي حاجه في الدنيا الانسان بدل ما يفكر تاخد مكاني ازاي لازم يفكر ازاي انا استخدمها وبناء عليها
انا بستخدم يعني ابقى انا يعني من اه الاخر كده، زي مثلا لو هي قلنا تول في ايدي يعني. بالظبط، لو قلنا ان زمان مثلا كان في الارياف المزارع بيشتغل مم. بايده، مم. بدات تدخل الماشينز او العربيات، مش عارف مم. اسمها مم. محرات اه او الحاجات الحاجات دي. دي فبقى يقول لك اصل الحاجات صح. دي هتاخد وظيفتي. طب ما انت دي انت ما اللي رحت، بتشغلها. ما تروح في الاول مم. انقل نفسك سريعا مم. وروح انت اتعلم سواقتها. بالظبط فبقت صح. انت الشخص اللي فلو انت في ناس اتقطع عيشها مش مم. انت. مش انت. اوكي صح. تمام. او مم. بلاش يعني، هي دايما انت تستغلها. احنا في الحته بتاعت الشات جي بي تي، مم. اولا هو اداه مساعده جدا. مم. تمام. وانا شايف ان هي بدل ما انت تخاف منها مم. ان هي تاخد دورك، هي مهما كان شاطر مم. عمره ما هيقدر يجي ناحيه الحته الكرياتيف. مم. يعني هو مش هيبقى كرياتيف مم. مهما كان شاطر، مم. ومهما كان قوي في الصياغه مش اوكي. هيبقى زي البني ادم. مم. تمام. مم. فانت بدل ما تقعد تبقى خايف منه قوي، مم. شوف ايه اللي مش محتاجك بالضروره وضاعف انتاجيتك فيه مم. من خلاله. اوكي. يعني انا مثلا بدل ما انا كنت هكتب عندي مقالات مم. جاست كده اعاده صياغه مم. عشان خاطر السيرش يعني اظهر، في مقالات سلسله كرياتيف جدا مم. وجميله جدا وتحت مم. نفس السلوجن وكلها أيوه. بتقول حاجات. اوكي. اه فانا كنت هعمل دول خلال الشهر. مم. تمام. هقعد اطبق وما نامش وبتاع عشان اخلصه. مم. اوكي. طب ما انا ممكن يبقى الشهر بتاعي انا شغال صح. فيه الحاجات الكرياتيف مم. ومركز فيها قوي، ونظرا والحاجات لوجود الشات جي بي تي ايوه انا بالظبط. اديته التعليمات. ليه؟ لان انا مم. فاهم. هو مش اي حد يعرف يشتغل صح. الشات جي بي تي اصلا. بالظبط. الشات جي بي تي لو حد قاعد مش فاهم حاجه مش هيطلع هيطلع له لك حاجه. تخلف عقلي. صح. بالظبط. بيقول حاجات صح. ملهاش معنى. مم. فانا اقدر مبدئيا كده ادخل اذاكر ازاي اديله معلومات فيديني اللي انا عايزه، لان صح. هو بيستقبل منك اسئله او ايوه بريف بالظبط. وبيطلع لك اللي انت عايزه. مم. تاني حاجه ان اللي هو بيطلعه ده انت بتقعد تصححه تاني، بس هو جاست اختصر عليك وقت. فال10 مقالات اللي كانوا اعاده صياغه، انت جاست اللي هو قلت له انا عايز استخدم الكيوردز دي في المقالات بالشكل الفلاني ده. طب لو انت مش عارف الريفرنس اللي انت هتحضر منها، لو انت مش ما عندكش محددات للمقال ده، ما هيطلع لك مقال عام مش مفيد. لو انت مش عارف الكيوردز بتاعتك بالظبط هو هيجيبها أيوة. منين؟ بالظبط. انت هتقول انا عايز استخدم، راعي ان الكلمات دي تبقى موجوده عشان العميل بتاعي بيسيرش عليها. بالظبط. بس وهكذا. فالشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي في الديزاينز، في الفيديوز، في التكست، في اي حاجه، جاست ان انا لازم اتعلم كويس قوي ازاي اتعامل بيها وايه اقصى استفاده ممكن احققها، عشان بدل ما انا عندي عميل او 2 أو 10 فما اقدرش اخد غيرهم، يبقى عندي 20 ويبقى عندي 30. لو انا بقدر اعمل حاجه واحده اعمل 10 من خلاله. فلا هو حاجه مطمئنه جدا وجميله جدا يعني. طيب احنا لما بنتكلم في الاي كوميرس ممكن يعني بيدخل علينا مصطلح السيلز فانل والويب سايت، فممكن تفرق ما بينهم. اوكي. هو السيلز فانل والويب سايت مش حاجتين متضادين قوي ان احنا نفرق ما بينهم، بس خلينا نقول يعني احنا السيلز فانلز دي حاجه بنستخدمها في الويب سايت او في غير الويب سايت، بس هي من الاخر عباره عن زي الغربال كده بتصفي بيه. تمام. او الفانل القمع يعني. تمام. ليه اسمه كده؟ لان هو بياخدك بالتدريج، نفس تدريج الاعلان اللي احنا اتكلمنا عليه، ان هو من اول هوك طب مين هيكمل طب مين مش هيكمل، بس انت بتاخد هنا بناء عليه قرارات. بمعنى ايه؟ ان انا عملت مثلا لاندنج بيج او ويب سايت، الويب سايت دي دخل عليها عميل، انا كاتب الكونتنت بتدريجه معينه بحيث ان ايه، ان العميل ما يزهقش. طب انا باجي راجع بقى الاحصائيات، لقيت ان والله في عميل دخل وطلع بسرعه، في عميل دخل واستمر لحد الحته دي. الحته دي معناها في سلوكه ان هو عايز يشتري ده بس. تمام. وما اهتمش بالباقي. تمام. بعد كده واحد كمل للاخر وسجل بيانات. تمام. فانا بدات اصنف دول، اغربلهم كده بالفانل بتاعتي. تمام. واعمل حاجه بقى ريتارجتنج، اعمل له اعاده استهداف. دي فايده السيلز فانل، ان وانا بعمل اعاده استهداف اولا انا بفهم العميل بتاعي كويس قوي. تمام. ثم بعمل له اعاده استهداف بناء على سلوكه جوه الفانل بتاعتي. تمام. طيب ازاي؟ هي مش لاندنج بيج بس، انا بقول لك دي في الويب سايت هتبقى الحته بتاعت اللاندنج بيج، بس انا لما اجي ابدا اعمل له ريتارجتنج جوه ويب سايت. تمام. فانا هطلع له اعلانات، نفترض ان هو مثلا يكون وصل للحته دي اللي هي في النص مثلا، فده واحد مش عايز يتعلم، هو عايز حد يعمل ده بداله. نفترض لو في البورصه هو عايز حد يدير له حسابه. اوكي. طيب فهو هنا انا هبعت له الخدمه دي مثلا بتاعت الاداره او بتاعت التوصيات او بتاعت ايا كان التحليلات او الحاجات دي، هطلعها له في هيئه اعلانات بعد كده. تمام. للعميل ده. طب العميل اللي سجل في الاخر في الكورس مثلا، فانا والله في الاخر ايه، هدخل اعمل له اعلان تاني، يشوف اعلان تاني للكورس نفسه. تمام.
طيب دي سيلز فانل ليها علاقه بالاعلانات، كل دي اعلانات في بعض. ان انا ايه اعمل تارجتنج وريتارجتنج واحلل السوق العميل واقوم جاي باعت له حاجه تانية، فاقعد اغربله واحده واحده. فاللي ما يهتمش يبقى عميل مش محتمل خالص، مبقاش انترست. واللي يهتم يدخل في فانل تاني، يدخل في سلسله تانية. طيب يبقى كواليفايد ليه بالظبط. طيب لو انا بعمل بقى سيلز فانل ليها علاقه بالاوتوميشن او ليها علاقه بالرد الآلي، تمام، ان انا خلاص العميل اوريدي دخل سأل هاو ماتش، تمام، او انا عايز تفاصيل عن الخدمه الفلانيه او عن العماره الفلانيه او عن اي حاجه في الدنيا، تمام. فبيبتدي ان انا هبعت له مساء الخير مثلا كذا 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 وتو اوبشنز. لو داس على الاوبشن ده هيطلع له الرد ده، ولو داس على الاوبشن ده هيطلع له الرد ده، لو داس على الرد ده تمام هيتبعت له ميل كمان 3 ايام يعمل له ريمايندر انك مهتم بالحاجه دي. لو دخل على الريمايندر هبتدي ابعت له ميل يقول له ان في كذا وكذا وكذا في نفس الكاتيجوري. لو ما دخلش ارجعه النقطه ورا كده اشوفه هو عميل مهتم ولا مش مهتم. لو ما رجعش يبقى ده عميل نوت انترست ودخل غلط. فطبعا انت هي فانل ده فانل فعلا. هي متاهه وموضوع كبير يعني. عشان بس مش واخد حقه في مصر. على حسب برضه يعني. في ناس بتشتغل بيه مش هكون ظالم، في ناس بتشتغل بيه وشاطره وفاهمه بس هو مش دارج يعني. هو الدارج عندنا تعالى صاحبي امسك لي الصفحه واعمل لي اعلانات مموله زي امريكا مثلا والدول دي. لا هو دارج في الصناعات الكبيره والناس اللي فاهمه طبعا لازم يكون سيلز فانل واوتوميشن منتشر يعني. بس مش دارج في البيزنس العام يعني. واحد عنده مطعم، واحد عنده عارف انت السمول بيزنس، فبيبقى انا عايز واحد يمسك الصفحه. مش فاهم يعني ايه ماركتنج مانجر. ما تدخلنيش تفاصيل. ايوه امسك الصفحه ازاي شويه بوستات واعمل لي اعلانات مموله وعايز ادفع مثلا 100 جنيه ولا حاجه عشان برقلي بيها على الصفحه. هات لي 10000 بس انما لو طبعا سكيل وتيم ماركتنج في ناس طبعا فاهمه جدا. والقاهره فيها حيتان يعني بصراحه مثلا اسكندريه السكيل فيها مش واسع، بس القاهره فيها ناس شاطره جدا وفيها ناس تقيله قوي في الحته دي يعني، في مجال الاي تي وفي مجال الويب سايتس والماركتنج وكل حاجه. طب مؤمن يعني واضح ان الموضوع كبير 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 يعني، فمحتاج عشان انا ابقى سبيشالست وفاهم فيه جدا يعني. في شباب كتير سألوا ناخد كورسات ديجيتال ماركتينج فين. يعني بيتهيألي الموضوع مش بس ان انا مثلا اسمع فيديوز او بس بودكاست تأهلني ان انا اشتغل في المجال ده. انا بيتهيألي محتاجين. طيب ترشح لنا ايه اماكن الشباب عندنا ياخدوا فيها كورسز ديجيتال ماركتينج؟ واسالك سؤال كمان لان ده جالنا يعني على البيج، انه في كورس جوجل نزل كورس ديجيتال ماركتينج، قلت لي يا عمرو 40 ساعه تقريبا. اوكي، فهل ده كويس ولا لا؟ اوكي طيب بصوا هو سؤال حساس جدا بالنسبه لي يعني. لازم اكون امين فيه. اوكي تمام عشان خاطر دي حرام يعني. الناس يعني ما فيهوش مجاملات. انا اغلب الناس موجوده في اسكندريه معارفي يعني حبايبي، هم اغلب الانستراكتورز ناس يعني كويسين كلهم. بس انا ما خدتش حاجه في مؤسسه فما اعرفش هم بيشتغلوا ازاي حقيقي يعني. ما اعرفش الماتيريالز بتاعتهم فما اقدرش انصح ولا واحد فيهم. بس احنا عندنا مين في اسكندريه اعرفهم كده في المطلق؟ عندنا الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل. يقال ان هي عندها ماتيريالز كويسه. عندنا نيو هورايزن، فيرست ريت انستيتيوت، في اماكن يعني في اياك مثلا في قريب في سبورتنج قريب من الجامعه يعني. اغلب في الكليه عارفينه. ففي اماكن كتير. انا حقيقي ما اقدرش اجزم بولا واحد فيهم الكواليتي فيه عامله ازاي. وارد جدا يكونوا جامدين جدا، وارد يكون عندهم نقط ضعف. تمام. فما اعرفش قد ايه ده ممكن يفيد الطلب. اوكي. انا اتعلمت ازاي او ايه الدايركشن لو من وجهه نظري، وده مش دايما هيكون صح بس انا ده اللي اقدر اقوله بامانه للناس. انت لازم تاخد تريننج في مكان بيشتغل، لازم تدخل وسط تيم شغال. تمام. تعريفات الماركتينج وايه هو الماركتينج لا هو موجود عادي على اليوتيوب يعني. انت عايز تعرف يعني ايه ماركتينج وحد يشرح لك كذا او البيزكس، او خد البيزكس والسيرتيفيكتس من اي مكان من اللي انا قلتهم لو انت عايز بيزكس. بس تعالى للعملي. وانس انك تجو عملي انت لازم تجو اونلاين. يعني في ناس اسامي بتقدم عندها يوتيوب شانل بتشرح ده قوي، وبتشرحه بالتفصيل. ازاي تعمل اعلان، ازاي تعمل السيت اب بتاعه، ازاي تعمل كامبين، ازاي تعمل اعلانات سناب شات لوحدها، ازاي تعمل اعلانات تويتر لوحدها، ازاي تعمل كل بيمسك لك كل ويب سايت ويدخل عليه. على اليوتيوب عادي يعني. على اليوتيوب وفي بفلوس. بس دي فلوس بحق يعني، انت تدفعها بجد. طب قولي زي ايه مثلا سايت؟ كنت لسه هقول لك يعني لو بلاش كورسات اوفلاين واماكن ايه اونلاين نقدر يعني مثلا زي جوجل ده. هل ده كويس؟ مهم جدا. طبعا جوجل محترم وفي منه بالعربي. طيب. يعني جوجل نفسه منزل كورس بالعربي وبيديك سيرتيفيكت بعدين ان انت
اوكي. يعني خدت الكورس ده وده بيفرق معاك طبعا. انت جوجل مش عارف بيسموهم يعني، انا عارف في جوجل بارتنر ده لما صرف مبلغ معين في الاعلانات فهو بيعتبرك بارتنر. بس انت يعني انت خريج من جوجل او معتمد من جوجل يعني، فمهم جدا ان هو اضرب نفسه. اوكي. ايوه بالظبط. يعني وخصوصا في بالعربي، في ناس كتير بتقلق من الحته ان انا كل الشرح بالانجلش. يوديمي فيه كورسات كتير قوي، ما اعرفش الاسامي اللي موجوده يعني. وفي حاجات كتير برضو منتشره يعني، بس انا ممكن اقول ان في حد اسمه باسم مجدي، شاب محترم ومجتهد جدا ومنزل حاجات ديتيلز عن كل حاجه في الدنيا فور فري على اليوتيوب شانل بتاعته لو الناس عايزه حاجه ببلاش. ميديا باينج مظبوط. باسم مجدي هو السلوجن بتاعه اقوى ميديا باير في مصر. هو على فكره مش صاحبي خالص، انا ما اعرفوش شخصيا، مش بعمل له ماركتنج يعني. بس انا شفت البيج بتاعته. ربنا يكرمه يعني انا بشوف كميه معلومات انا من زمان خالص كنت اشقى عشان اجيبها وحطيتها ببلاش. فهو حد يعني شاطر جدا، وعنده بلاي ليست على كل حاجه بالتدريج. يعني لو الناس بتخاف من الدراسه اونلاين عشان التدريج، بس انت هتحطني المعلومه في وشي وانا مش فاكر اللي قبل كده. لا، عنده كل حاجه بالتدريج. انا جربته شخصيا وفعلا من زيرو محترم جدا. كل حاجه. في حد اسمه جون عصمت، ده عنده ويب سايت بتاعه، عنده بيج بتاعته، حد كبير يعني، وعامل حاجه اسمها الماركتنج كوميونتي. دي حاجه عبقريه برضه. هو مش صاحبي، لذلك انا كل بقى هنا اللي بقولهم في السوق مع بعض ممكن اعرفهم ونعرف بعض من بعيد كده، بس مش لدرجه ان انا هعمل له اعلان يعني. بس انا مثلا في الكورسز انا ما اعرفش هو بيشرح ازاي وقد ايه هو قوي. بس هو عنده كل الكورس منفصل برضه. لو عايز اعلانات فيسبوك لوحدها هتلاقي، لو عايز كذا هتلاقي، وعنده شعبيه كبيره وده دليل على نجاح والناس مش هتجامله يعني. بس التريك اللي انا عايز اقول فيها ودي اللي عجبتني قوي من غير ما ادخلها، حاجه اسمها الماركتنج كوميونتي. ده مجمع الماركتيرز عشان يعلموا بعض. دي حاجه انا بالنسبه لي فكره عظيمه بالظبط. كده اقوى ماركتيرز كلهم بيشتركوا في السنه اشتراك ما اعرفش 1000 جنيه او ساعات اوفرز او حاجه كده، وبيدخلوا كل اسبوع يعملوا ميتينجز، كل واحد يتكلم عن الاكسبيرينس. انت في مشكله وقعت عندك في الشركه في كذا، فانا اتعلمت من اخطائك وتعلمت كذا. في تدرجات اداريه مرعبه يعني. انت ممكن تلاقي قدامك واحد ماركتنج دايركتور بيتكلم مع السوشيال ميديا سبيشالست، الناس كلها بتستفيد من بعض. وفي هو نفسه بيطلع بقى يهوست الموضوع احيانا ويعلق عليهم، ومعاه مساعدين برضو بتوع ماركتيرز كبار في الشركه عنده. فدي برضو ده حد محترم. في حد محترم جدا جدا جدا، دكتور جامعي هو، وراجل كبير سنا ومقاما. دكتور إيهاب مسلم اكيد. دكتور إيهاب مسلم ده يعني ذاكر انت مش لما تيجي ماركتنج مش عارفه ليه عايز يخش فاينانس الصراحه، بس قاعد بيذاكر ماركتنج. ايوه بالظبط. فدكتور إيهاب مسلم برضو عنده يوتيوب تشانل انت مش محتاج تطلع منها اساسا يعني، لان هو راجل اكاديميك جدا بقى يعني، دكتور جامعي قوي قوي تمام، وفي نفس الوقت اكسبرت ومستشار وبيشتغل بايده وبيعلم. فهو جامد في التدريس، جامد في الاكسبيرينس العمليه، وجامد اكاديميك. فانت لو عايز حاجه من دي فتقدر تروح. وعامل حاجه اعتقد كورس مصغر من الMBA دبلومه بفلوس قليله قوي كده 1000 ونص مقارنه يعني بالMBA ب100 طبعا بس وان هي طالعه منه، فهو مديك الخلاصه. فدي حاجه برضو ارشح للناس قوي ان هي تاخدها. انا ما خدتهاش بس انا تراست الراجل ده يعني، حد محترم جدا. وعامل جروب على الفيسبوك اسمه عيادة الشركات. كل اللي عنده شركه بيدخل يقول مشكلته. ده الموت يعني. انت عايز تعيش كماركتير. دي نصيحتي من الاخر. اقرا بقى مقالات في غير اللي انا قلتهم كتير. في حد اسمه محمد وجيه قوي جدا في جوجل ويوتيوب ادز وكده. وعنده برضو ويب سايت بتاعه. وحد عمل بايده كتير يعني. جزء من اللي انا خلاني انا دخلت اشتريت الكورس بتاعه قبل كده يعني. فجزء كان ان هو يوتيوب بارتنر. الراجل صارف كتير قوي في جوجل من العملاء بتوعه. فحد للدرجه دي عملي وجاي يديك كورس. دول اللي انا بجري وراهم دايما. انا عايز اخد خبرتك، مش فارقه قوي العلم في القصه دي. بس فناس كتير غالي يعني. دول اللي وقعوا في سكتي. ففي ناس كتير شاطره. دي نصايح ذهبيه الصراحه يعني. ربنا يبارك لك والله بجد على كل اللي قلته في الاخر ده يعني الشباب عندنا هيستفيدوا منه جدا. بس ربنا يخليك. دول اللي وقعوا في سكتي وانا اشهد لهم يعني. وفي اعتقد زيهم كتير. بس اليوتيوب هو جاست الناس بتكسل زي كده. عارفه لما حد يبقى واخد كورس انجلش ويقول لك يا دكتور هو يعني ايه كذا، جوجل لا هي عارف يا مؤمن، هم ساعات بيبقوا مش حاسين انها مش تراستد يعني. انا اخد دبلومه احسن، اخد عشان احطها في الCV، مع انه
قلنا مليون مرة ان الشركات مش بتعين بالشهادات اللي بتاخدها، هو بالانترفيو بالانترفيو. والسكيلز بتاعتك وانت قد ايه. أكيد. فهم بيبقوا خايفين ان هم يخشوا يسمعوا حاجات على اليوتيوب، اولا مش واثقين في اللي بيتكلم، ثانيا انا مش هاخد شهادة، هو عايز شهادة في انت الاخر. لو دخلت على جوجل هتاخد شهاده من جوجل. جوجل بس مثلا انا قصدي فيسبوك كل اللي أعتقد بيعمل انت نفس بتقوله. الموضوع. مم. اللي انا كل بقوله الشانلز اللي فعلا. انت قلتها دي، يعني يمكن هما بيسألوا على شهادات عشان تتحط في السي في، بس هي بص الدنيا هقول لك الموضوع مش حاجه شهادات بس. على الله بقى يعني عشان محدش قولي. يزعل مني. لا قولي. نقي ارخص حاجه بتدي شهاده وروحها، لان الشهاده هتوصلك للانترفيو. فدي ما تحاولش تاخد اكتر من كام الشهاده. يعني السي في مهم انه يوصلك للانترفيو، ما تصرفش عليه كتير. يقول لك شهاده معتمده منين؟ مفيش حد بيعتمد حاجه. معتمده منين؟ مين اللي اعتمدها؟ يعني بص اقول لك حاجه، انت دلوقتي لو نفترض ان انت مثلا الحاج اوباما او ترامب مثلا اداكي سيرتيفيكت ان انت قويه جدا في الانجليش، قلت لك انتروديوس يور سيلف، قلت لي ايوه اقول لك ايه شكرا مع السلامه. فهي الاعتماد هيوصل. بصي السي في قوي بيوصل للانترفيو برضه يعني بس خد شهاده يعني، بس ما تقولش انا خدت شهاده خلاص، لا تاخد شهاده عشان تبقى عارف ان دي هتوصلك انترفيو. بس جوه الانترفيو بقى عايز تتعلم ماركتنج، ادخل في الماركتنج كوميونتي، مش بتاع جون ايسمت، عامه ماركتنج كوميونتي عموما. تمام، ادخل في ماركتنج، ادخل عيش معاهم، اسمع شكاويهم، ادخل على الجروبس بتاعتهم واشتغل في شركه. ما تبصش للسالري خالص في الاول، حط رجل على رجل بعدين، فاهم؟ وما تفرطش في حقك، خد اعلى سالري تقدر تاخده، بس في الاول المعلومات والخبره والتعديلات واسمع كتير واشتغل كتير ببلاش، ده بفلوس كتير قوي كنت هتصرفها، اهم من الكورسز، اهم من اي حاجه. ودايما وانت شغال لحد ما تبقى راجل اكسبرت وعندك شركتك وعندك مجموعه شركات، انت ما ينفعش تبطل تذاكر وتبطل تبص على فيديوز الابديت، تبطل تبص على اي حد بينزل فيديو عنده ملحوظه عن اي حاجه مهما كنت مش تراستد فيه اصلا، لازم تدخل تشوفه هو بيقول ايه عشان ايه وجهه نظره ايه وهكذا. فدي النصيحه المهمه، وده السوق يعني، ده الشغل. انا عايزه هايلايت على حاجه كمان يا مؤمن مهمه جدا، الكوميونتي في اي مجال هي اقوى طريقه للتعلم وشيرنج نوليدج، هي الكوميونتي اوف براكتس. في فاينانس بقى، ماركتنج، وات ايفر اللي انت عايز تشتغل، المجال اللي انت عايز تشتغل فيه، ارمي نفسك في كوميونتي، كل البيرز والكوليجز اللي حواليك نفس التخصص بالزبط. دي اهم حاجه، وحاجه مش عمليه بقى في الاخر يعني ممكن اتكلم فيها، ان انت تحاول تكون هيلبفول جدا على قد ما المعلومه اللي تاخدها تديها. يعني هو ليه الانسان ما بيدخلش كوميونتي؟ لان هو شايف ان انا عايز ابقى انجح واحد في الدنيا بس انا لوحدي، او على قد ما اقدر يعني. فلا يعني انت كل ما بتساعد ربنا هيساعدك. مش عايز تاخدها من الناحيه الدينيه، انت كل ما هتكرر المعلومه هتحفظها بالظبط. يعني لو خلاص يعني الناس كده بتقلق من يعني لا، طب ما تقوليش يعني يا عم بالبركه يا عم بلاش البركه. كل ما هتكرر المعلومه كل ما هتحاول تساعد. وارد جدا تفتح علاقات جديده، السوق ده كله علاقات. لو انت اتكلمت في الفريلانسنج يعني انت لازم تبقى موجود على الارض، الفلوس على الارض والشغل على الارض والعلاقات على الارض. ما تتقوقعش وتقعد تدرس مع حالك وتعتقد ان انت هتعمل اي حاجه. خليك هيلفول لو مش لله لنفسك، وعشان خاطر ان انت تبقى بتدخل في علاقات جديده والناس بتبقى بترشحك وبتحبك وانت بتكرر المعلومه وبتحفظها وهكذا. بس مؤمن، أنا الحقيقة سعيدة جدا جدا بالحلقة دي، والله العظيم من أجمل الحلقات حقيقي، مش مجاملة عشان أنا ساعات كتير أجمل الحلقات وأقرب الحلقات لقلبي. لا بس بجد حلقة جميلة جدا جدا. شكرا يا مؤمن جدا على يعني وجودك معانا النهاردة وعلى الوقت ده وعلى كل المعلومات دي. انت فعلا ما بخلتش بأي معلومة قد كده منك، فبجد شكرا. ميرسي يا عمرو جدا على تحضير الأسئلة الجميل ده. انا حابب اشكرك جدا، يعني نموذج مشرف قوي للدكاتره. ربنا يخليك يا مؤمن. انت مهتمه قوي بالطلبه بتوعك، مهتمه بنشر المعرفه، بتشوفي النواقص والحاجات اللي ممكن هم يحتاجوها وبتحاولي تعمليها، الانتراكشن، كل حاجه جميله جدا. يعني نموذج قوي جدا ومشرف جدا للدكتور حقيقي يعني. بتحاول تسهل علينا المعلومه كمان، دي حاجه عظيمه يعني حاجه عظيمه قوي وروح حلوه جدا ومفضيه من وقتك. انا عارف وقت الدكتور بيكون صعب قوي. لا خالص مش للدرجات دي، عادي. يعني بس فالبروجكت كله محترم قوي، والتحضيرات بتاعته والطلبه المشاركين لا هم اجمل حاجه في البروجكت اصلا، هم اللي عاملين كل حاجه. والله انا بطلع بس اقول اللي عايزين يقولوه يعني، ده هو مذاكر جدا يعني هم الاساس.
ما شاء الله يعني مذاكر جدا حاجات والله. انا شكراً لما ليك. كنت طالب ما كنتش عارف الكلام اللي هو قاله كله. لا احنا الجيل ده ما شاء الله مش يعني احسن مننا بكتير والله. حقيقي يعني احنا ايام ما كنا قدهم ما كناش كده خالص، يعني كنا على الله. العالم كل مدى بيبقى اسرع. يعني بالظبط، احنا كنا بالظبط. اسرع من الجيل اللي قبلنا شويه، طبيعي الجيل اللي بعدين بعدين يبقى يبقى اسرع. بالظبط. تكنولوجي وحاجات بتسهل الموضوع اكتر وكده. بس بجد شكرا جدا على انا اللي وشكراً شكرا على كل حاجه. انا اللي شكرا شكراً ميرسي، ليك يا ربنا عمرو، يخليك. يعني بالتوفيق ان شاء الله. إن شاء الله. وينقل من فاينانس الماركت لم الدور معانا شوية أيوة يعني. ده عشان المذاكره دي على الفاضي. واستنونا في حلقة جديدة من حلقات يوث اون فاير بودكاست طلاب كلية الأعمال جامعة اسكندرية، وأنا آلاء جامع. سلام.